فالميتاليك بوند عماله بتضعف، الميتاليك بوند عماله بتضعف، الميلتنج بوينت يقل للاسف والهاردنس بيبقى وحش يعني. ده الشابتر، ده شابتر 1. ده كل كلمه اتقالت في شابتر 1. دكتور محمود، هل ده كافي ان انا اكون على قدر من الفهم يمكنني من حل الامتحان؟ قدر من الفهم يمكنني يعني بفضل الله تعالى من ان انا اكون عديت الشابتر ده بكل ما فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلبه الثانيه ثانوي الحلوين، عاملين ايه واخباركم ايه؟ خلاص خلصنا العيد ونزلت لك الريفيجن بتاعتك بعد العيد على طول اهو، وسبتك تريح على الاخر خالص. خلصت لك المنهج بتاعك قبل العيد، وعامل لك دلوقتي المراجعه الخاصه بالامتحان بتاعك. عاوزك كوبايه قهوه، ترجع ظهرك لورا، وانت واحد من الثلاثه. اتفرجت على المنهج كله تمام وحليت تمام، باذن الله تعالى المراجعه دي تفكرك بكل الكلام بشكل سريع. طب انا دكتور محمود، لا انا نص نص، شفت حته من هنا على حته من هنا، متابع والله انتوا بتقولوا ايه، متابع ان في حاجه اسمها ايونيك بوند، كوفيلنت بوند ثيوريز، فيسيبر ثيوري واشكال والكلام ده، بس مش فاهم، ما اعرفش اي حاجه. باذن الله تعالى شد حيلك معايا، والريفيجن السريعه دي تخليك متمكن من الامتحان. تمام. البوينت الثالثه واللي هو دكتور محمود، طيب انا فهمت تمام وكل حاجه بس مش بعرف احل. فالمراجعه دي هي اصلا معموله عشانك، لان اكتر حاجه هنركز عليها في المراجعه دي هو ازاي اعرف احل وازاي استعد للامتحان كويس، مش اكتر. تمام. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل الريفيجنز او كل الحصص الاساسيه بتاعتنا الفتره اللي فاتت كانت بتركز على الفهم، تركز ازاي افكر كويس، ازاي اقدر ان انا ابدع في اللي انا بتعلمه. النهارده جاي باذن الله تعالى بعد الريفيجن دي مفيش سؤال يقف قدامك، لان احنا كل ليسون، احنا عندنا 4 ليسونز في الشابتر 1 ده تمام، اللي هو بعنوان الكيميكال بونز والموليكيولار شيبس. احنا عندنا 4 ليسونز، اول اثنين هما كبار شويه، بالذات الثاني، الدرس الثاني اللي هو الفي بي تي، الفالنس بوند ثيوري، كبيره شويه، لكن يعتبر الثلاثه التانيين قصيرين اقصر منه. فباذن الله تعالى كل ليسون هنراجعه بشكل سريع قوي، ربنا يعيننا انا اتمنى. وبعد كده على طول هناخد حاجه مهمه جدا جدا جدا، حاجه اسمها التبس اند تريكس لهذا الليسون. كل الافكار اللي تخليك تعرف تحل اسئله معاصر، اسئله تقييمات، اسئله كتاب وافي، اسئله اي كتاب انت هتفتحه واي ملزمه انت هتفتحها تعرف تحلها بفضل الله تعالى. مفيش فكره سؤال، مفيش بوينت هتفيدك في الحل مش موجوده. يلا مش عايز اطول عليكم، بس بجد انتوا كنتوا وحشيني، كنت عايز ارغي معاكم شويه. تيجي ان احنا نبدا ونعمل الريفيجن بتاعتنا سريعا. بسم الله توكلنا على الله، صلى على النبي الاول. بدانا بليسون 1، اللي كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم مينلي على الايونيك وعلى الكوفيلنت بوند. هنفهمهم الاثنين كويس قوي بفضل الله تعالى. بس قبل ما اشرح لك البونز لازم أنا افهمك الاول مين اللي بيشارك في البونز، اللي هم الاليمنتس. احنا عندنا 3 تايبس اوف اليمنت، عندنا النوبل جاز، عندنا الميتال، وعندنا كمان النون ميتال. النوبل جاز دي هي الناس الخامله اللي مش هتشارك اصلا في الرياكشن، ولازم اكون حافظهم، اللي هم هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. بالاتوميك نمبر بتاعهم مهم قوي، 2 10 18 36 54 و86. طيب دكتور محمود ما احفظش غير دول؟ لا، احفظ لي اول 20 اليمنت، اول 20 اليمنت، من اول الهيدروجين 1 ولحد الكالسيوم 20، ايا يكن السورس اللي بتذاكر منه. افتح شابتر 2 على البريودك تيبل عندك في الكتاب، سيبك من شابتر 1. هتلاقي اول 20 اليمنت مرصوصين قدامك في البريودك تيبل. هيدروجين 1 امشي معاه، هيليوم 2، ليثيوم 3، لحد الكالسيوم 20. احفظهم لو سمحت عشان هيفيدونا جدا جدا. طيب دول مش بيشاركوا في الكيميكال رياكشن، امال باخدهم ليه يا دكتور محمود؟ تبقى عارف بس انهم ما بيشاركوش في الكيميكال رياكشن، بيكونوا دايما مونو اتوميك. بص شايف هيليوم واحد مش اتش 2 مثلا. طيب لكن اللي بيشاركوا اللي هندسهم الميتال والنون ميتال. الميتال دول فتحت البريدك تيبل صح، هو في الجروب 1A و2A و3A على الشمال، بينما النون ميتال هم الاليمنتس اللي في الجروب 5A و6A و7A. فكده لما اقول لك النيتروجين ده في الجروب 5A من البريودك تيبل بعينك يبقى ده نون ميتال، لما اقول لك صوديوم ده في الجروب 1A يبقى ده كده ميتال. حلو. بس كده لا، الميتالز هي الناس اللي الفالنس الكترون بتاعهم في الكترون او 2 او 3. الصوديوم مثلا عنده 1، المغنيسيوم عنده 2، والالومنيوم عنده 3. النون ميتال اللي في الفالنس الكترون في 5 او 6 او 7. مين مثلا يا دكتور محمود عنده 5 في الفالنس الكترون؟ النيتروجين. مين عنده 6؟ الاكسجين. مين عنده 7؟ الكلورايد. هتلاقي اللي في ال 1A عندهم 1 فالنس الكترون، اللي في ال 2A عندهم 2، اللي في 3A عندهم 3، وهكذا. يا جماعه الميتالز لما بتخش في الكيميكال رياكشن وبتكون البونز بتلوز الكترون. النون ميتال لما بتخش في الكيميكال رياكشنز بتجين هذه الالكترون. تمام. يبقى الميتال لما بتيجي تكون الايونيك بوند هتلوز، بينما النون ميتال ميزتها ان لما تيجي تكون الايونيك بوند بتجين. الميتالز عندهم الكترون نيجاتيفيتي قليل، ما بيحبوش الالكترون، ما بيعملوش اتراكشن للالكترون كويس. تمام. اما النون ميتال يا نهار اسود، دول بيجين، بيعشقوا وبيجين الالكترون كويس. هم دول الاثنين اللي بيشاركوا في الكيميكال رياكشنز. في اي حاجه ثانيه محتاجه نعرفها عن الجزئيه دي دكتور محمود؟ لا، اللويس موديل.
اللويس موديلز هي كانت محاوله مننا ان احنا نهتم بالفالنس الكترون اكتر، كانت محاوله مننا ان احنا نهتم بالفالنس الكترون اكتر، ان انا اوضحها حوالين السيمبل بتاع الاليمنت. يعني انا مثلا عندي الفوسفورس، ما سيبوش ما ارسمش ما اكتبش فوسفورس بس كده واسكت، لا، اوضح حواليه الفالنس الكترون بتاعته حواليه بالشكل ده. طيب ازاي يا دكتور محمود اعمل لويس موديل لاي اليمنت حتى لو انون، حتى لو قال لي مثلا اكس 33 مثلا انا مش عارفه، ازاي اعمل له لويس موديل؟ تعالى نعرف. ثلاثه ستيبس. الستيب الاولانيه اعمل الكترونيك كونفيجريشن للاليمنت اللي عندك. الستيب الثانيه حدد الفالنس الكترون بتاعته. الستيب الثالثه ابتدي بقى الفالنس الكترون دي وزعها. تعالى نعرف. صوديوم 11 لو هعمل له يا دكتور محمود الكترونيك كونفيجريشن هيكون عامل ازاي؟ 1s 2s 2b 3s 3b. اكتب اي تسلسل وبعد كده امسح الزياده. 2 2 6 كده بقوا 10 الكترون، 1 كده بقوا 11 الكترون، امسح الزياده. حدد ازاي الفالنس الكترون؟ شوف اكبر اس وبي واخدين نفس الرقم. ها يا دكتور محمود ال 2 اس وال 2 بي؟ لا طبعا لان في 3 اس، فيبقى اكبر اس عندنا هي ال 3 اس. طب ما فيش 3 بي خلاص مش مشكله، لكن اكبر اس وبي هي اللي بعرف منهم عدد الفالنس الكترون. كده انا عندي 1 فالنس الكترون. ازاي يا دكتور محمود هحطه للصوديوم؟ ازاي بقى الخطوه الثانيه ان انا اعمل ديستريبيوشن للالكترون ده؟ هحطه له كده، بعبر عن الالكترون بنقطه. حلو. طب تعالى ان احنا نجرب اليمنت تاني زي الاكسجين مثلا، هنوزعه هيبقى هو الاكسجين اتوميك نمبر 8، 1 اس 2 اس 2 بي. تعالى نوزع، هيبقى 2 2 كده بقوا 4 4 كده بقوا 8 الكترون. عدد الفالنس الكترون انا ال 2 اس وال 2 بي منورين هم اكبر اس وبي عندي. ازاي بعمل اللويس موديل؟ برسم الاليمنت بتاعي بالشكل ده وحواليه بوزع الفالنس الكترون بتاعته. انا عندي 6 احطهم ازاي؟ قلت لك بعبر عن الالكترون بدوت بنقطه. حلو، حطيت ادي واحد، انا عايز احط 6، احط 3 احط 4 احط 5. ايه يا دكتور محمود انت حطيت 4 1 2 3 4، انت بتحطهم كده ايه اكنهم عارف الساعه، اكن دي الساعه 12، اكن دي الساعه 6، اكن دي الساعه 9، اكن دي الساعه 3، فاهم؟ 4 نقط اهو اكني في منطقه الايه، في نقاط الساعه. بس خلي بالك انا ما عنديش غير الاربع اماكن دول اللي ينفع احط فيهم الكترونز. ما ينفعش ان انا مثلا او ما اقول لك يلا 5 6 يبقى انا حوطت الاكسجين بسته منفردين كده، لا لا، ده ما كانش كلام هونز. هونز كان بيقول لك املى الاوربيتال سنجل اولا ثم اعمل بيرنج. يبقى انا هعمل بيرنج دلوقتي بالشكل ده، ادي خامس وادي سادس، يبقى بعد ما خلصت السنجل هعمل بيرنج. اقعدهم في اي حته، ممكن احطهم الاثنين الزياده هنا، ممكن اقعدهم جنب دول، المهم ان انا عملت بيرنج. مش واضحه؟ تعال ناكد على هنا. هنا دي السيرد بيريود من اول الاليمنت اللي هو الصوديوم ولحد الاليمنت اللي هو الارجون. هنمسك اليمنت نعمله اللويس موديل بتاعه. الصوديوم احنا عملناه لان توزيعه 3 اس 1 فعملته كدوت واحده بالشكل ده. طب المغنيسيوم الكترونيك كونفيجريشن 3 اس 2 2 فالنس الكترون، يبقى احط في اماكن الساعه، الساعه 12 الساعه كام 3 خلاص خلصت. طب يلا في الالومنيوم 3 فالنس الكترون 3 اس 2 3 بي 1، يبقى عندي 3 الكترون في اماكن الساعه، الساعه 12 الساعه 3 والساعه 6. خلاص خلص الفالنس الكترون. طب تعالى هنا في السيليكون اس 2 بي 2 4. طب تعالى يلا اماكن الساعه 1 12 3 6 9، حطيت الاربعه في زياده لا. طب تعالى هنا في الفوسفورس كام؟ اس 2 بي 3 يبقى 5 الكترون. طب يلا ادي 1 2 3 4، الساعه 12 والساعه 3 والساعه 6 والساعه 9. حلو، احط الخامس بقى فين؟ في الساعه مثلا 10، في الساعه مثلا 4؟ لا يا دكتور محمود ما بنحطش غير في 4 اماكن معينين، في 4 حتت معينين. طب يا دكتور محمود انا عندي لسه كمان ايه الكترون كمان، دول 5. الخامس احطه فين؟ حطه في اي حته تعجبك. حطه عند الكترون الساعه 12 يا عم، حطه عند الكترون الساعه 6 يا عم، اي حته تعجبك. طب تعالى في السلفر 6 سهله زي الاكسجين بالظبط، 1 2 3 4، ال4 اماكن المحترمين بتوعنا. طب في الكترونين زياده قعدهم جنب الاماكن المحترمه، ادي 5 ادي 6. عارف زي ما يكون في ايه 4 زوارق للنجاه، 4 زوارق للنجاه والمركب بتغرق تايتانيك. طيب احنا دلوقتي 4 خلاص كل واحد هيركب مركب وهينزل. طب احنا 6 معلش يعني هم ال4 هيركبوا واحنا الاثنين نموت؟ لا، الاثنين اللي واقفين في المركب دلوقتي هيركبوا جنب اي حد من دول. انتوا مثلا 4 زوارق اهو، خلاص امشوا انتوا الاثنين، وانتوا الاثنين لا هنركب 2 فيكم، هنركب 2 فيكم، يبقى نفس فكره الزوارق لان انا ما عنديش غير 4 اماكن فقط، وده الاصل بتاعنا. تعالى بسرعه يلا في الكلوراين عندنا 7، يبقى انا هحطهم كده 1 2 3 4 5 6 7. بالنسبه للارجون 8 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص ملاحظين ان الارجون اللي عنده 8 فالنس الكترون كل ال4 اماكن بتوعه اللي هم 4 اوربيتالز يعني
كومبليتلي فيلد ويز الكترون، كل اوربيتال فيه 2 الكترون، ما عندوش سنجل خالص، بينما اللي قبل الارجون كلهم كانوا عندهم سنجل الكترون. وهنعرف اهميه السنجل الكترون دلوقتي. قبل ما نعرف اهميتها خلينا اقول لك ان في معلومه هم بتقول لك ان elements اوف ذا سيم جروب عندهم نفس عدد الفالنس الكترون، وبالتالي عندهم نفس اللويس موديل، صح؟ الجروب 1 a كله اللي فيه صوديوم بوتاسيوم كلهم عندهم ايه؟ كلهم في الجروب 1 a، فكلهم عندهم نفس عدد الفالنس الكترون واحد، فكلهم عندهم نفس اللويس موديل. ادي يا عم مثلا الصوديوم والبوتاسيوم، ده الصوديوم اللي هو اخره 3s1، وده البوتاسيوم اللي اخره 4s1، وانا قلت لك الكلام ده ايه قبل كده. طيب كلام محترم جدا. النيتروجين والفوسفورس مثلا والارزين دول كلهم في الجروب ايه 5a. طيب احنا لسه واخدين ان الفوسفورس اللي هو كان في الجروب 5a عنده 5 فالنس، يبقى كمان كلهم عندهم ايه 5 فالنس، يبقى كلهم نفس ايه الشكل بقى بيتحطوا كده. كذلك الفوسفورس كذلك الارزين. فلما اقول لك مثلا السلفر والاكسجين في نفس الجروب، يبقى اعرف ان عندهم نفس الشكل. ادي الاكسجين اهو وادي السلفر اهو، نفس الشكل ولا لا؟ نفس الشكل. طيب دخلنا بعد كده بقى على جزئيه مهمه واللي هي بتزعجكم شويه، وهو ازاي ارسم كومباوند باللويس. الطريقه اللي انا هعلمها لك دلوقتي هي الطريقه اللي هراجع لك عليها دلوقتي، هي الطريقه السهله اللذيذه اللي خدناها في البدايه. في طريقه بعد كده خدناها اكتر تعقيدا شويه في ليسون 2. تمام. تعالى نبدا بالطريقه السهله الاول. انا جالي كومباوند اسمه NH3، قال لي ارسمه بطريقه لويس. لويس زي ما عمل تمثيل للاليمنت عمل ترسيم للمولكيول. تعالى نفتكر ان كان عندنا 3 ستيبس. الخطوه الاولى ان انا برسم اللويس موديل فور اتش اليمنت. الخطوه الثانيه ان كل سنجل الكترون هيعمل بوند. الخطوه الثالثه كل لون بير هينزل زي ما هو جوه المولكيول. كل لون بير هينزل زي ما هو جوه المولكيول. تعالى نفهم واحده واحده. ال NH3 معموله من كام اليمنت يا دكتور محمود؟ نيتروجين وهيدروجين. وانا قلت لك احفظ الاتوميك نمبر فحفظناه يا دكتوره. النيتروجين لما هوزعه هلاقي ان اخره S2B3، والهيدروجين لما هوزعه هلاقي ان اخره S1. ادي يا عم ال1 S1 وادي يا عم ال2 S2 2B3. حلو. ده كده عنده 5 فالنس الكترون وده عنده 1 فالنس الكترون. دكتور محمود قال لي يا ابني بعد ارسم اللويس موديل، وعشان ارسم اللويس موديل بعد ما بوزع وبحدد الفالنس الكترون بعمل ديستريبيوشن. تعالى نعمل ديستريبيوشن. ادي النيتروجين ادي 1 2 3 4 5، ادي الهيدروجين 1. الخطوه بقى اللي بعد كده عشان ارسم بيقول لك كل سنجل الكترون بيعمل بونز. مش فاهم يعني ده كده سنجل ولا مش سنجل؟ وده سنجل وده سنجل، لكن ده ايه لون بير. خلاص ده لون بير، لكن دول الثلاثه دول ايه سنجل. طيب كل سنجل من دول بيعمل بوند، يبقى انا كده عندي النيتروجين هيحوط نفسه بثلاثه من البوند. الهيدروجين ما عندوش لون بير لكن عنده سنجل الكترون فيحوط نفسه بواحده من البوند. لما اجي ارسمه كده مين اللي عندي 2 اليمنت صح؟ مين الاقل عددا؟ النيتروجين بسميه سنترال اتوم واحطه في النص. الاكثر عددا الهيدروجين بسميه بريفرال واحطه على الاطراف. حلو. حطيت السنترال وحطيت الايه البريفرال. انت قلت النيتروجين هيعمل 3 بوند صح؟ ماشي. ادي الثلاثه سنجل بتوعه هيعمل بيهم ايه 3 بوند. وادي الهيدروجين قلت ان هو هيعمل 1 بوند. ادي الهيدروجين بالسنجل بتاعه هيعمل 1 بوند. ازاي بتتكون البوند؟ ان السنجل قصاد السنجل بيمسكوا مع بعض، السنجل قصاد السنجل بيمسكوا مع بعض ويعملوا بوند. هي دي الطريقه الصحيحه لعمل البوند. واللون بير قلت ان هو بينزل زي ما هو فنزلته زي ما هو اللون بير اهو. ولو كان الهيدروجين عنده لون بير كنت انزله زي ما هو. يبقى كل الفكره ارسم اللويس موديل بتاع الاليمنت، عدد السنجل هيبين لك عدد البوند اللي انت هتعملها. حط انت عايز تعمل بوند صح؟ حط كل سنجل قصاد السنجل. الخطوه الثالثه اي لون بير نزله زي ما هو. تعال نرسم الشكلين اللي بعد كده اللي هم مين يا صديقي العزيز؟ اللي هم ال H2O وال C2H4. تعالى نرسمهم. ال H2O سهله، هنعمل نفس الطريقه المتبعه. ده عنده 1 فالنس الكترون فيترسم كده. الاكسجين والله يا دكتوره الاكسجين ده كان الكترونيك كونفيجريشن اخره 2s2 2b4. كلام محترم. يبقى عنده 6 فالنس الكترون يترسم كده. حلو. بعد كده ازاي ارسم الاكسجين عنده 2 سنجل يبقى هيعمل 2 بونز. هحط سنجل قصاد سنجل تاني قصاده. طب الهيدروجين عنده 1 سنجل يبقى هيعمل 1 بوند. خلاص هيحط السنجل قصاد سنجل. طيب تعالى بقى نرسم. الاقل عددا للاكسجين يبقى احطه في المركز، والاكثر عددا للهيدروجين يبقى انا هطرفه بفضل الله تعالى وهعمل الدوت بتاعي. هنحط السنجل قصاد السنجل والسنجل قصاد السنجل واعمل بيهم بوند. سنجل قصاد السنجل واعمل بيهم بوند. واللون بير بينزل زي ما هو. ادي لون بير وادي لون بير اهو. ادي لون بير وادي لون بير اهو. نزلتهم زي ما هم ولا لا؟ نزلتهم زي ما هم. الاصعب شويه هي السي 2 اتش 4. السي 2 اتش 4 ليه؟ لان انا هنا عندي كام سنترال اتوم؟ مين الاقل عددا؟ الكربون. كام واحد؟ 2. دول 2 يا دكتور محمود. اعملها ازاي؟ يا عم خلي الاثنين مركز اهو وخلي الهيدروجين الاكتر يتطرف. طيب اطرفه احط الاربعه هيدروجين كلهم هنا؟ يبقى انت ظالم. لازم تعدل. ازاي اعدل يا دكتور محمود؟ حط 2 هنا وحط 2 هنا. خلاص كلام محترم.
الخطوه اللي بعد كده، والله يا دكتور محمود انت قلت يلا نعمل الكربون. الكربون هتلاقي عنده 4 فالنس الكترون، والهيدروجين هتلاقي عنده 1 فالنس الكترون. يبقى الكربون عايز يعمل 4 بوندز، والهيدروجين عايز يعمل 1 بوند. حلو، طب اعملها ازاي دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكربون اهو عايز يعمل كام؟ 4 بوند. طيب مع الهيدروجين ده والهيدروجين ده يحطوا قصاد بعض السنجل ويعملوا بوند، سهله. حلو. والكربونه دي مثلا والكربونه دي يحطوا قصاد بعض الايه؟ السنجل ويعملوا بوند، صح. نفس الكلام هنا اهو، ونفس الكلام ايه هنا اهو. تظهر عندك مشكله واحده بس يتيمه، ايه هي يا دكتور محمود؟ ان الكربونه دي حطيت حواليها 3 سنجل فقط وعملت 3 بوند فقط، يبقى ناقصها بوند وناقصها الكترون. والكربونه دي شايف عملها ايه؟ عملت 3 بوند فقط ناقصها بوند. طب اعمل ايه؟ مفيش اتومز ثانيه احط هيدروجين زي ده، ما اقدرش. لكن ممكن اعمل الحركه دي، اجيب السنجل بتاعك اللي فاضل لك من هنا مع السنجل بتاع اختك اللي فاضل لك من هنا، واعمل بوند كمان، ويبقى الشكل ده حاجه اسمها دبل بوند. دي هناخدها في الكوفالنت باذن الله تعالى في الريفيجن. يبقى احنا كده خلصنا التوبيك بتاعنا دوت. تعالى سريعا بقى في التايبس اوف بوند. احنا هندرس ايه؟ هندرس في الحصه دي الكيميكال بوندز، الايونيك والكوفالنت، وهندرسهم بالتفصيل دلوقتي. اما الكو اوردينيت بوند فباذن الله تعالى مع المحاضره اللي هي او الليسونز 3 مش ليسون 2. الفيزيكال بوند هي ليسون 4، ودي اللي بندرس فيها الهيدروجين بوند والميتاليك بوند. الكيميكال بوند سريعا هي البوند اللي بتحدث ما بين الاتومز زي الشكل ده، زي ايونيك كوفالنت كوردينيت، وهنفهم الفروقات ما بينهم. الفيزيكال بوند هي البونز اللي بتنشا ما بين المولوكيول، ما بين المولوكيول، يعني ما بين مثلا اتش 2 هايه واتش 2 هايه، ميه وميه، ده مولوكيول وده مولوكيول، دي مش اتوم واتوم، ده مولوكيول وده مولوكيول. زي علاقه ما بيني وما بين صاحبي ماسكين في بعض، انا مولوكيول وهو مولوكيول. لكن علاقه ايدي بيا، ايدي دي جزء مني، اتوم وانا اتوم، وفي بيننا كيميكال بوند. خلاص تمام. الايونيك بوند هي اول حاجه هندرسها، هي الالكتروستاتيك اتراكشن، هو تجاذب كهربي. هي دي الايونيك بوند من زمان، من ايام ميس ابتسام وميس سلمى وكل المدرسين اللي علمونا في الساينس. تجاذب كهربي مش ماتيرياليستيك ريل، مش حقيقي، ما اقدرش امسكه، ده مجرد ايه؟ اتراكشن. طب يا دكتور احمد اي تجاذب كهربي بيكون ما بين ايه؟ بوزيتيف ونيجاتيف. طب تعالى نشوف هيحصل الموضوع ده ازاي. الايونيك بوند بتحصل لما ميتال يقابل نون ميتال، ودي معلومه ليك في الاسئله. ميتال قابل نون ميتال يا ابني، نوع البوند اللي هتتكون ايه؟ قول له ايونيك وانت واثق. طيب الميتال لما بيقابل النون ميتال، الميتال احنا لسه قايلين هنا ان هو بيلوز والنون ميتال بيجين. فالميتال لما بيلوز ما بيفضلش صوديوم زي ما هو، لا لازم يكتسب بوزيتيف تشارج. والنون ميتال لما بيجين ما بيفضلش زي ما هو، لازم يتحول لنيجاتيف ايه؟ تشارج. يبقى انا هنا بقيت بوزيتيف ايون وبقيت انا هنا نيجاتيف ايون. لما عملت لوزنج بقيت بوزيتيف ايون، ولما عملت جيننج بقيت نيجاتيف ايون، وبتنشا الالكتروستاتيك اتراكشن ما بينهم. كده انا عملت ايونيك بوند يا اولاد. مغنيسيوم وبرومايد، مغنيسيوم ميتال والبرومايد نون ميتال، ايونيك بوند. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا كالسيوم وفلورايد، ميتال ونون ميتال، تبقى ايونيك بوند واحد. الميتال بيلوز والنون ميتال بيجين. تعالى بقى نرسم بطريقه لويس الايونيك كومباوند علشان في تريكه شويه. الفرق الوحيد ان انا هحط براكت. يعني ايه؟ تعالى اما اقول لك، ادي يا عم الصوديوم وادي يا عم الكلورايد. يا دكتور محمود اللويس موديل بتاع ده اهو وبتاع ده اهو. ايه اللي انا هعمله يا دكتور محمود عشان اعرف اوصل ما بينهم بايونيك كومباوند وارسم اللويس موديل؟ طب مش احنا قايلين ان الميتال بيلوز وان الميتال بيجين؟ طيب الصوديوم هيلوز هذا الالكترون وهيقوم مدي لمين؟ للكلورايد. حلو. فاصبح الصوديوم شكله كده بدون اي فالنس الكترون بالشكل ده، واصبح الكلوراين ابن الذين المحظوظ عامل كده عنده 8 من الفالنس الكترون. فده بقى ستيبل وده بقى ستيبل، كلام محترم قوي. بس لازما اعمل براكت بالشكل ده، طالما ان انا ايون وليس اتوم. يعني طالما ان انا عليا تشارج لازم انا احط التشارج في براكت في اللويس موديل. كده يا اولاد انا عملت اللويس موديل. يبقى لو قال لك اعمل لويس موديل لان اي سي ال او اي ايونيك كومباوند، اعمل الشكل ده، شوف مين بيلوز ومين بيجين وانقل له الالكترونز. حلو قوي المحترم، كلام محترم قوي 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 قوي. بعدين حط الايون ان براكت واكتب عليه التشارج. حلو. في نوتس اباوت الايونيك كاركتر والالكترونيجاتيفيتي ديفرنس. الايونيك كاركتر هي قدره الايونيك كومباوند ان هي شويه مواصفات، انها بتوصل كهرباء، انها بتوصل حراره، انها صلبه. كل دي مواصفات الايونيك كومباوند، فسميتها تحت عنوان الايونيك كاركتر. حلو. هل كل الايونيك كومباوند متساويين في الموضوع ده؟ لا، في بعض الايونيك كومباوند اكتر من التانيين. مين اللي بيحدد الموضوع ده؟ حاجه اسمها الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس، فرق الالكترونيجاتيفيتي. انا مثلا كاني اي سي ال، خلاص خلينا نمسح نكتب هنا مثلا بسم الله. انا كاني اي سي ال مثلا هضرب رقم اعتباطي ان فرق الالكترونيجاتيفيتي ما بيننا 3، وانا مثلا ك
سي اس سي ال سيزيوم كلورايد، فرق الالكترونيجاتيفيتي هضرب رقم اعتباطي بارت 4. مين فينا ايونيك كومباوند اقوى؟ السيزيوم كلورايد، لان الفرق بتاعه اكبر، هتلاقيه بيوصل كهرباء وكل حاجه احلى. طيب في كمان حاجه مهمه عن الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس، ايه يا دكتور محمود؟ انه اصلا لازما عشان اعرفك ان انت ايونيك كومباوند يكون فرق الالكترونيجاتيفيتي اعلى من 1.7. شايف ده ب3، ده ب4. في الكوفالنت كومباوند هديك ان فرق الالكترونيجاتيفيتي اقل من الرقم ده، تلاقي 0.9 0.4. في كلمه اتكتبت عندك وهي ان الايونيك كاركتر اعلى من 50%. يعني ايوه يا حبيب قلبي، توصيله للكهرباء اعلى من 50%. ما انت لازم تنجح عشان اعرفك ان انت ايونيك كومباوند. هو انت ينفع تيجي في الامتحان اقل من 50% اقول عليك ناجح؟ لا. كذلك الايونيك كومباوند امتحانها هو الايونيك كاركتر بتاعتها، لو جابت اعلى من 50% تبقى نجحت. المعلومه اللي بعد كده بيقول لك ان اقوى ايونيك كومباوند هو اللي بينشا ما بين طرفين الجدول، ما بين ابعد اتنين عن بعض، ما بين مثلا الجروب 1A والجروب 7A، صوديوم وكلوراين، ما بين الجروب مثلا 2A و6A، مغنيسيوم وسلفر. ليه يا دكتور محمود الناس البعيده قوي عن بعض دي هي اللي بينشا ما بينها بوند قويه؟ مش بقول دول بس اللي بيعملوا ايونيك كومباوند، لا، بقول ان دي اقوى بوند، بالذات ال1A وال7A اصلا كمان. ايوه طب ليه؟ لان هم بعاد. كل ما بنبعد عن بعض في البريودك تيبل، احفظ عندك القاعده دي، كل ما الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بيزيد، فبالتالي طبعا زي ما انت فاهم القوه تزيد. اداك معلومه واداك اكزامبل، قال لك طب انت تعرف ان فرق الالكترونيجاتيفيتي في الكي سي ال اعلى من ال اي سي ال؟ في الكي سي ال ب 2.1 والال اي سي ال ب 2. طبعا كونهم اعلى من 1.7 هم اكيد ايونيك كومباوند. اصلا يا دكتور محمود طالما شفت ميتال ونون ميتال انا حافظ من زمان ان هو ايونيك، ولو ان في اكسبشن، بس طبعا ده اقوى من ده، الكترونيجاتيفيتي ديفرنس اعلى، ميلتنج بوينت اعلى، وهكذا وهكذا وهكذا. كده احنا خلصنا اول بورد معانا، خلصنا الليسون 1 يعتبر نصه، معرفش في قد ايه، بس اتمنى ان احنا كنا صراع فيه، وباذن الله تعالى استظهر التبس اند تريكس هتخليك بطل ووحش الوحوش في الجزء ده. رجعنا نكمل مع اخر بورد في ليسون 1، بروبرتيز بتاعت الايونيك كومباوند. انا لسه كنت اديتك نبذه عنها، وقد ايه ان هم بيوصلوا كهرباء، وقد ايه ان هم هارد، وقد ايه كل الكلام ده. طيب تعالى بقى نجمع البروبرتيز بتاعتهم كده مع بعض في كلمه كبس. سي الاولانيه هي فور الكتريكال كوندكشن، هل الايونيك كومباوند بتوصل ولا ما بتوصلش الكهرباء؟ قول لي. الايونيك كومباوند كويسه قوي في توصيل الكهرباء، بس بشرط انها تكون مولتن او اكوس، ان انا اكون مسيحها، او ان انا اكون عامل فيها ايه، ان انا اكون مدوبها في ميه، غير كده ما بتوصلش. فاختصارا ال NaCl السوليد لا يوصل، ال NaCl الليكويد يعني مولتن بيوصل، ال NaCl الاكوس يعني دايب في ميه بيوصل، لان الاثنين دول بيكونوا مديني ايونز، اما السوليد لا. البوينت الثانيه هي كلمه بي، ميلتنج بوينت وبويلنج بوينت عليه. جرب كده تصهر ال NaCl او ان انت تسيحه او ايا يكن، صعب، لان انت خلي عندك قاعده، الايونيك بوند قويه اقوى من الكوفالنت، قويه، موجودين في كريستال لاتس. البوينت اللي بعدها هي انستانتينيوس، الاي، سريع جدا في الرياكشنز، سريع جدا جدا جدا، لان الرياكشن بيحصل ما بين الايونز وبعضها. NaCl مثلا مع AgNO3، اتنين ايونيك كومباوند، مش مهم تعرف الاي جي ان او 3، رياكشن لحظي بيحصل في ثانيه. البوينت اللي بعد كده هي الاس، الستيت. الايونيك كومباوند هي صلبه ولا ليكويد ولا سوليد ولا جاز؟ سوليد. سوليد. ال NaCl عمرك شفته ليكويد؟ عمرك شفته جاز؟ لا. اللي بعدها هي السوليبيليتي، ودي فيها تكه شويه، ان هم هل هم ووتر سوليبل ولا لا؟ يعني بيدوبوا في الميه ولا بيدوبوا في حاجات ثانيه؟ بيدوبوا في ايه؟ انا لسه قايل لك الايونيك كومباوند دوبها في ميه تديك ايونز وتديك كهرباء، فهم فعلا بيدوبوا في الميه. ان NaCl ملح الاكل يدوب في الميه، لكن ما يدوبش في البنزين. وهنا لازم تعرف فرق مهم قوي ما بين المذيبات، الماده اللي بدوب فيها. انا عندي الميه في ناحيه والبنزين في ناحيه، والكربون تترا كلورايد اللي هو CCl4 في ناحيه. الميه هي بولر سولفنت والبنزين نون بولر سولفنت. بولر سولفنت يعني ماده بتدوب بس عليها تشارج، الميه عليها تشارج، انت ما تعرفش الموضوع ده؟ الم تكن تعلم ان ال H2O الهيدروجين عليه بارشال بوزيتيف والاكسجين عليه بارشال نيجاتيف، او ان ال H2 ال HOH كده هتلاقي ان الهيدروجين عليه بارشال بوزيتيف والاو اتش عليها بارشال نيجاتيف تشارج، لكن كومباوند زي السي سي ال 4 مش تشارج. طب الايونيك كومباوند خد بقى القاعده دي، لايك ديزولف لايك، اللي زي بعضه بيدوب في بعضه. خلاص، بمعنى الايونيك كومباوند كلها تشارجد، فتدوب في الماده اللي تشارجد اللي زيها اللي هي الميه. فعشان كده بنقول ان ال NaCl او الايونيك كومباوند دي مواد بولر. يعني ايه بولر؟ تشارجد، فتدوب في مواد بولر زيها زي الميه، بينما ما تدوبش في مواد عكسها نون بولر زي الكربون تترا كلورايد. خلصنا البروبرتيز، تعالى في الاي سي جي، جهاز رسم القلب، هتخش المستشفى هتلاقيهم بيحطوا على
قلب المرضى بمرضين، مرض اسمه الاريزميا لخبطه ضربات القلب، ومرض اسمه الهارت اتاك يا قلبي وقلبي يقعد يوجعه. المرضين دول بتلاقينا بنحط المرضى بتوعنا على جهاز رسم القلب عشان نشوف التغيرات في رسم قلبهم والامراض. خلي بالك ان المرضين دول بيحصل فيهم حاجه خطيره. ايه يا دكتور محمود؟ الطبيعي ان دي السيل بيعدي من خلالها الايونز، الصوديوم ايون والبوتاسيوم والكالسيوم، بدون الدخول في تفاصيل. حركه هذه الايون اللي خلي بالك ان دول كده بوزيتيف 1 عشان عليها سؤال، والكالسيوم بوزيتيف 2. حركه الثلاثه ايونز دي بتعمل ايونيك كارنت، تيار من الايونز ماشي. تيار الايونز اللي ماشي ده بيعمل الكتريك كارنت، تيار كهرباء. في قلب الانسان في ايونز ماشيه وفي كهرباء شغاله. حلوه لحد دلوقتي. مين اللي بيقيس الكهرباء دي؟ زي ما تجيز جهاز الفولتميتر ان شاء الله في ثالثه ثانوي وهتعرف وتقيس الكهرباء، الاي سي جي. لو لقيت الكهرباء بتاعتك مش مظبوطه يبقى عندك مشكله. الكوفيلنت. الكوفيلنت بوند هي التوبيك الرائع جدا اللي هنتوغل فيه كمان في ليسون 3 وفي ليسون 4 واحنا بنراجع دلوقتي بفضل الله تعالى. مش هتسيبنا، تقعد معانا شويه حلوين. الكوفيلنت بوند لازم تفهمها كويس انها بيحصل فيها شيرنج اوف الكترون، مش زي الايونيك لوز وجين. هنا شيرنج، فيجي نون ميتال زي الكلوراين مع نون ميتال زي الكلوراين يقول له تعالى نشارك مع بعض الالكترونز، فالاثنين بيشاركوا الالكترون. خدت بالك مفيش واحد لاز ولوز ولا واحد بيجي. ادي اهو الكترون من هنا مع الكترون من هنا، نكون هذه الكوفيلنت بوند. يقول لك تعالى نقعد الاثنين الكترون فين ما بيننا كده، يبقوا شويه عندك وشويه عندي، علشان كل واحد يبقى حواليه كام الكترون؟ 8 الكترون في الاخر. كلام محترم. الكوفيلنت بوند عندنا منها التايبس. التايب الاول في الكوفيلنت بوند وهو البيور. بيور يعني نقيه، يعني معموله ما بين اثنين سيميلار اتومز، معموله مثلا ما بين كلوراين وكلوراين، معموله مثلا ما بين اكسجين واكسجين، ما بين نيتروجين ونيتروجين، ما بين هيدروجين وهيدروجين، وبيكون وقتها فرق الالكترونيجاتيفيتي زيرو. ما طبعا يعني هنا 2.1 ماينس 2.1 0، 3 ماينس 3 3.5 ماينس 3.5، احنا متشابهين يبقى بزيرو اكيد. خلي بالك ان اصلا شرطك عشان تبقى كوفيلنت كومباوند ما تبقاش ايونيك، يعني ما بقاش ايونيك. في الايونيك كومباوند كان لازم يبقى فرق الالكترونيجاتيفيتي بتاعي كبير فوق ال 1.7. في الكوفيلنت لازم يكون فرق الالكترونيجاتيفيتي بتاعي قليل اقل من 1.7. خلي بالك ان انا دلوقتي هديك الفرق ما بين وافهمك الثلاث انواع من الكوفيلنت: السنجل كوفيلنت والدبل كوفيلنت والتريبل كوفيلنت. الهيدروجين والهيدروجين اللويس موديل بتاعهم كل واحد عنده سنجل. طب ما نيجي نعمل بوند وتبقى الدنيا كده مرضيه ومستريحه وزي الفل، صح؟ الاكسجين في اللويس موديل بتاعه كان عامل ازاي؟ عنده 2 سنجل، يبقى محتاج يعمل كام بوند؟ 2 بوند. طب انا ما قداميش غير اكسجينه واحده بس اللي قدامي، يبقى هعمل معاها الاثنين بوند بتوعي اهو كده، 2 سنجل من هنا مع 2 سنجل من هنا، ونعمل دبل كوفيلنت بوند. النيتروجين الالكترونيك او اللويس موديل بتاع النيتروجين عامل كده اهو، عنده 3 سنجل، يبقى محتاج يعمل 3 بوند. خلاص ما قداميش غير اخويا اللي قدامي، يبقى انا هعمل معاه ايه؟ تريبل بوند. خلاص فاكر الرسمه بتاعه السي 2 اتش 4 اللي رسمناها هنا ما بين الكربون والكربون كان في دبل بوند؟ عرفت امتى بنكونها؟ لما ما يكونش عندي اتوم كفايه ومحتاج اعمل بوندز. طيب ميكانيزم اللي بتنشا البوند ازاي ما بين هيدروجين وهيدروجين عامه، يعني بفسر لك ازاي بتتكون الكوفيلنت بوند اصلا. هل هي الكترون والكترون جنب بعض وخلاص؟ الفكره كالاتي: ان الهيدروجين ده كان ماشي في سبيل الله والهيدروجين ده كان ماشي في سبيل الله، الاثنين لقوا بعض، قال لك من بعيد كده، فلما لقوا بعض من بعيد مش يمشوا ويسيبوا، لا لا لا. الهيدروجين دي عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكليوس بوزيتيف عندها الالكترون بيلف حواليه، فهذا النيوكليوس البوزيتيف اللي هنا دي تقوم تقول للالكترون ده يا انت فينك من زمان، والنيوكليوس البوزيتيف دي تقول للالكترون ده يا انت فينك من زمان، انا نفسي ان انا اشوفك من زمان، فيشدوا بعض، فيحصل حاجه اسمها اتراكشن ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، ميوتوال اتراكشن، جذب متبادل، يعني ده بيشد ده وده بيشد ده. لما شدوا بعض طبعا اي حاجه بتتشد بيحصل فيها ايه؟ بتقرب. طب لما قربوا من بعض ايه اللي يحصل؟ انا اقول لك. كل ما يقربوا من بعض كان هيحصل ريبالشن، لولا ان بتحصل حاجه جميله قوي 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 اسمها زياده في الالكترون دينستي، كثافه الالكترون، اماكن تواجد الالكترون. الالكترون ده بدل ما هو كان هنا بس قاعد يلف جامد قوي ويتجنن، وده قاعد يلف جامد قوي ويتجنن، ده كده اسمها الالكترون دينستي زادت عشان اقلل الريبالشن، فيقربوا من بعض. لما بيقربوا من بعض عند مسافه معينه فضلوا يقربوا والالكترون دينستي عاليه قوي عشان ما يحصلش ريبالشن، تتكون الكوفيلنت بوند ما بينهم بالمنظر ده. لما بتنشا بتتحول الى اتش 2. طبعا منطقي. عايز اقول لك ان ده ستيبل اكتر من ده، وده ستيبل جدا. وبنعرف امتى الحاجه ستيبل ولا لا من حاجه اسمها البوتنشال انرجي، كل ما تبقى قليله كل ما بقى ستيبل. خلي بالك الاتش 2 ده البوتنشال انرجي بتاعته اقل بكتير من لو كان كل واحد لوحده. يعني مثلا هنقول ان ده بوتنشال انرجي بتاعه 5 وده البوتنشال انرجي بتاعه 5، ده البوتنشال انرجي بتاعه الاتش 2 على بعض دي 6. انت متخيل الاتش 2 الاثنين بدل ما يبقى الانرجي بتاعتنا 10 بقت 6، قلت جدا، بقينا ستيبل.
نون بولر بوند هي النوع الثاني، ودي معنى ان انا مش بولر، ان انا مش تشارج من الاخر. طيب دي امتى بتتكون؟ لما يكون فرق الالكترونيجاتيفيتي بتاعي مش كبير. بمعنى انت عايز تبقى اقل من 1.7 وخلاص، صح؟ وما تبقاش زيرو. طيب لو انت الكترونيجاتيفيتي ديفرنس بتاعتك مور ذان زيرو عشان ما تبقاش بيور، وليس ذان اور ايكوال ال 0.4 انت بقيت نون بولر. لو مور ذان زيرو عشان ما تبقاش بيور، ولو ليس ذان اور ايكوال 0.4 انت وقتها نون بولر. كربون وهيدروجين يعملوا نون بولر بوند، واحفظ الاكزامبل ده. شايف فرق الالكترونيجاتيفيتي ما بينهم كام؟ 0.4. شايف هنا الفرق كام؟ 0.3. فالديفرنس ده مش كبير والديفرنس ده مش كبير، فيبقى البوند بتاعتي اللي هنا نون بولر. بولر بوند هي اللي هتفهمنا النون بولر اكتر. البولر بوند هو ان يكون بقى الفرق ما بيننا كبير شويه. كبير يعني اللي هو كام؟ اللي هو اكتر من 0.4 والا بقى نون بولر، واللي هو اقل من 1.7 والا بقى ايونيك كومباوند. دكتور محمود لو انا اقل من 1.7 100% انت كوفيلنت. طب تعالى بقى نبدا من تحت خالص. لو انا، او تعالى نبدا من فوق يا عم، انا اقل من 1.7 لحد 0.4 ده انت جامد، انت رقم كبير، انت بولر. من 0.4 ولحد حاجه ما وصلتش لسه للزيرو انت نون بولر، الفرق بتاعك مش قوي. انت زيرو يبقى انت كده النوع ده البيور. طب انت يا بولر، ايه يعني الميزه اللي عندك؟ يعني لا انا اقول لك الميزه، اتش وسي ال عاملين بولر على فكره، الفرق ما بينهم 0.9، واخد بالك؟ طيب انت يا اتش وانت يا سي ال بولر. لما بنحط الالكترون ما بيننا، الالكترونز الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الكلوراين اكبر من الهيدروجين بفرق كبير، فتشد الالكترونز ناحيتها اكتر. ايه ده؟ دول المفروض يبقوا قاعدين في النص ما بيننا، دي شراكه، لا يشدهم ناحيتها اكتر. فلما يتشدوا ناحيتها اكتر ده يحمل بارشال نيجاتيف تشارج وده يحمل بارشال بوزيتيف تشارج. ليه نيجاتيف؟ الالكترونز راحت ناحيتي. ليه بارشال مش نيجاتيف وخلاص؟ لان مش ايونيك، انا مش فقط، انا بس اتزحزحوا شويه. قضينا، بيقول لك تعبير حلو قوي، ليه قضينا وقت اكتر عند دي. عارف انت لما يكون اب وام وعندهم نزاع، قضوا وقت اكتر عند الاب او عند الام. لازم تحفظ الاكزامبل اللي بيعمل لك بولار كوفالنت بوند هما مين؟ الاتش 2 او، فرق ما بين الهيدروجين والاكسجين كبير قوي يا اولاد. الان اتش 3، الفرق ما بين الان والاتش كبير يا اولاد برضه. الاتش اكس، الاكس ده مفيش اليمنت اسمه اكس فعلا. اكس ده بيرمز زي ما خدنا في شابتر 2، للناس اللي سمعت شابتر 2، هو الهالوجين، الكلوراين والبروماين والفلوراين والايودين، الفروق ما بينهم بتبقى كبيره يا اولاد. اي ال سي ال 3 وتي اي سي ال 4. ايه ده يا دكتور محمود؟ على فكره الاي ال كلنا عارفين ان هو ميتال، اللي هتعرفه السنه الجايه ان التيتانيوم تي اي ميتال برضه. ميتال ونون ميتال ازاي يعملوا كوفيلنت كومباوند ويتحطوا تحت كاتيجوري البولر؟ لان الفرق ما بينهم مش كبير. الالومنيوم كلورايد فرق 1.5 اقل من 1.7، واخد بالك؟ طيب ده خلانا لا ناخد بالنا. مليون سؤال في التقييمات على الكومباوند ده، هل هو بولر ولا هل هو ايونيك؟ يقول لك دايما ايونيك، طب انت تغلط وتختار ايونيك عشان تحافظ قاعده ميتال ونون ميتال، في اكسبشن بولاريتي. البولاريتي هي ايه؟ احنا لسه شرحناها وقلنا يا الماده البولر دي الماده اللي هي تشارجت كده، الماده اللي زي الاتش سي ال مثلا عليها تشارج، صح؟ البولر كوفالنت كومباوند هي بولر ليه؟ لان عليها تشارج. الايونيك كومباوند هي مواد بولر، ليه؟ لان هم تشارج. حلو. المواد البولر كومباوندز مواد لانها تشارجد فبتاتراكت الكتريكال فيلد. لو انا حطيتها في مجال كهربي تلاقي البوزيتيف راح ناحيه النيجاتيف والنيجاتيف راح ناحيه البوزيتيف، على عكس النون بولر ما بتتعملش اتراكشن. المعلومه اللي بعد كده، مواد بتدوب في الميه، في البولر سولفين زي الووتر. احنا قلنا ان البولر ديزولف ان بولر والنون بولر ديزولف ان نون بولر. طيب خلي بالك بقى من المعلومه اللي جايه دي عشان عليها هي الاسئله بقى بجد، ان كل ما بيزيد فرق الالكترونيجاتيفيتي كل ما البولاريتي بتزيد. يعني احنا عارفين ان الاتش 2 او والان اتش 3 الاثنين بولار كومباوند، مين اكتر؟ يقول لك في الامتحان كده مين اكتر؟ قول له اللي فرق الالكترونيجاتيفيتي بتاعه اعلى. هيجيب لك ارقام في الامتحان فانت تحسب هنا الكام وهنا الفرق كام، تلاقي الفرق اعلى عند الميه، يبقى هو ده الاعلى بولاريتي. المعلومه اللي بعدها جميله قوي، بتقول لك بالرغم ان بعض الكومباوندز ممكن تحتوي على 2 بولر بوند او 3 بولر بوند، طب ما هي بولر بوند اهي، الا انها كتوتال مش بولر كومباوند، على فكره ممكن ان انا اكون لابس لبس حلو، انا كمحمود لابس لبس حلو، بس التوتال بتاعي كده مش حلو، شكلي مش حلو كده، مش، لا ما يجيش. ممكن مثلا اكزامبل ايه تاني، نكون انا وصاحبي مثلا بنبذل ايفورت في المشروع، بس انا ببذل في اتجاه وهو بيبذل في اتجاه معاكس، التوتال ما بنعملش حاجه، احنا مفيش حركه، مفيش حاجه بتحصل. بمعنى خلي بالك، برغم ان الكربون دايوكسيد يحتوي على 2 بولر بوند، ادي واحده وادي الثانيه، دي بولر على فكره،
الا انه لان الشكل بتاعه في الفراغ لينير خطي عامل كده، فاصبح ان هو مش بولر. تمام. برغم ان الووتر عندها 2 بولر بوند اهو، بس الشكل بتاعها بقى مش لينير، الشكل بتاعها انجولار كده، فبقت بولر كومباوند. يبقى خلي بالك ان عمرك ما تلاقي شكل لينير كده وبولر كومباوند، ما ينفعش. الشكل اللينير اللي بيبقى بالشكل ده ما يبقاش بولر كومباوند ابدا. ليه؟ لان الاثنين دول هيكنسل اتش اذر، بينما هنا لا، ما يقدروش يكنسلوا بعض. تعال نضرب اكزامبل تاني. عندك هنا 3 بولر بوند، 1 2 3، الثلاثه دول 3 بولر بوند. الكومباوند كتوتال مش بولر كومباوند. ليه؟ كنسلوا بعض. ليه عاملين الشكل ده؟ لما بيعملوا الشكل ده، بص، اي كومباوند يعمل الشكل ده اعرف ان عمره ما يكون بولر ابدا، حتى لو البوند بتاعته بولر هيكنسلوا بعض. بينما ال NH3 عنده 3 بولر بوند برضه، بس بص شكلهم عامل ازاي، عاملين كده. ايه رايك؟ شكل الهرم ده، دول ما يكنسلوش بعض برضه. يبقى في فروقات ما بينهم. البروبرتيز ايه هي الخواص بتاعه الكوفالنت كومباوند؟ برضه في كلمه كبس برضه، بس المره دي بدل الاي بقت ايه؟ اس. السيل كوندكشن برضه. تفتكر الالكتريكال كوندكشن بتاع الكوفالنت كومباوند عامل ازاي؟ مش حلو يا اولاد. الالكتريكال كوندكشن بتاعه وحش جدا. جرب اي كوفالنت كومباوند كده تحطه في الميه ما يدوبش، ما يديش ايونز، فما فيش كهرباء. حلو. ما عدا اكسبشن للبولار كومباوند بس. البولار كومباوند حلوه في توصيل الكهرباء، زي الاتش سي ال مثلا، حلو في توصيل الكهرباء لما بتكون اكوس الستيت دي. يبقى البولار كومباوند مع انها كوفيلنت بتوصل الكهرباء لو اكوس فقط. حلو. يبقى دي بنقطه الالكتريكال كوندكشن. البوينت الثانيه البويلنج بوينت والميلتنج قليله جدا، دي بالماينس يا اولاد، بالماينس، لان قايل لك الكوفيلنت كومباوند ضعيفه مش زي الايونيك. البوينت الثالثه سلو. الرياكشنات بتاعتها بطيئه، لانها غالبا بتكون مش تشارجد، مش عليها شحنه، فما بيعرفوش يلاقوا بعض في التفاعل، بيتوهوا عن بعض. الايونيك بيلاقوا بعض. البوينت الرابعه الستيت. هناك كانت سوليد، بس هنا اي حاجه، احنا معاك في اي حاجه. احنا رابطه ضعيفه، ممكن تلاقي مننا اقوياء سوليد، بس احنا في المعظم ضعاف، ليكويد وجاز ضعاف. طيب السوليبيليتي، بيدوبوا في البولار سولفنت ولا في النون بولار سولفنت؟ خلي بالك معظم الكوفيلنت كومباوند هي نون بولار كومباوند، معظمها نون بولار، وبالتالي طالما معظمهم نون بولر يدوبوا في النون بولر ايه؟ سولفنت، زي البنزين وزي السي سي ال 4 يدوبوا فيه. خلاص كلام محترم. الكوفيلنت دراجز، خلي بالك ان ايام الكورونا انتشرت الكوفيلنت دراجز جدا، اللي كانت بتحارب فيروس الكورونا اللي قتل مئات بل مئات الملايين من البشر. هذا هو الكوفيلنت دراج. الكوفيلنت دراج بيروح على الفيروس يقول له انت عندك نيوكليك اسيد وعندك بروتين، دول سر حياتك، انا هبوظهم لك، انا هرتبط بيهم. الدواء البشر بيعملوه بالشكل ده كده، كومباوند معمول من حاجات كتير، وعنده كذا جزء، عنده مثلا جزء اسمه NH2، عنده جزء اسمه Cl، بيعملوا دواء وخلاص. ما يعرفوش انهي حته فيه اللي بتشتغل، بس هم عارفين ان هو بيشتغل. عشان يعرفوا انهي حته فيه اللي بتشتغل يستخدموا حاجه اسمها ماس سبيكتروميتر، بتقيس الماس. فيعملوا ايه بقى؟ يقيسوا الماس بتاعت الدرج قبل ما يدخلوه في جسم الانسان. حلو. ويدخلوه بعد ما خرج من جسم الانسان اهو. عارف ايه اللي حصل في الدواء لما دخلته في جسم الانسان؟ الكلوراين ده هو اللي بيرتبط بالفيروس وبيموته، وبقيت اي حاجه تانية في الدواء ما بترتبطش بالفيروس، فارتبطت في الفيروس موتته، وبقيه الدواء خرج بقى يعني اسف، في اليورين، خرج في الستول، بيخرج في اي مخرج، يخرج في السويت، في العرق، خرج. قست الماس بتاعت الدواء قبل ما اديته وبعد ما اديته، لقيت في حته ناقصه فيه في الماس، عرفت انها الكلوراين. طيب هل الدواء ده ما يموتنيش انا؟ ما يقتلش البروتينات بتاعتي انا، بتاعت الخلايا بتاعتي؟ ما هو دخل جسمي، ممكن يموتني. نعمل ايه؟ لا، نعمل حاجات كتير. شايف؟ مش انت خايف على البروتينات بتاعتك؟ قيس الماس بتاعتها قبل ما تدي الدواء. حلو. وقيس بعد ما اديت الدواء. حلو. لو الماس بتاعتها اتغيرت يبقى هو اتفاعل معاها، هيموتك، اوعى تديه. لكن لو الماس فضلت ثابته يبقى مش بيتفاعل معاك. اطمن وعيش حياتك، اوعى تخاف منه. كده احنا الحمد لله خلصنا ليسون 1، شرح تفصيلي، مفيش كلمه ما اتقالتش، بشكل سريع جدا. اتمنى ان انت تكون جمعت الدنيا، كل الكلام اللي انت كنت ناسيه افتكرته بفضل الله تعالى. تعالى بقى ناخد التبس اند تريكس عشان بجد خطيره موت. ودلوقتي جه وقت ليسون 2. ليسون 2 جميل جدا جدا جدا. عارف ان بعضكم قال لي يا دكتور محمود احنا عندنا مشاكل في الاوكتيت رول، في الاسئله بتاعتها، في ان احنا نعرف هل بيفولو الاوكتيت رول ولا مش بيفولو الاوكتيت رول. باذن الله تعالى ده الجزء ده تيبس وتريكس هيفرمه. طب يا دكتور محمود احنا الفالنس بوند ثيوري والهايبريدايزيشن والاكسايتيشن حاسين ان فيها مشاكل. كل حاجه باذن الله تعالى بتتحل واحده واحده، توكل على الله انت بس ومالكش دعوه. حبيب قلبي ليسون 2 بدا.
بدا بتو ثيوريز هناخدهم باذن الله تعالى فيه. البورد دي بتخلص اول ثيوري واللي هي اسمها الالكترونيك ثيوري اوف فالنسي، واللي اسمها الاخر الاوكتيت رول. بكل بساطه بتقول لك ان الاتوم جوه المولكيول بتحوط نفسها ب 8 الكترون. شاكب راكب هو لازم احوط نفسي ب 8 الكترون. كلوراين مثلا مولكيول اللي هو عباره عن ايه؟ سي ال وايه وسي ال. تعالى نرسمه بطريقه لويس. تعالى بنرسم ازاي بلويس؟ ان انا برسم الاليمنت اصلا الدوت موديل بتاعه اهو، برسم الدوت موديل بتاع الايه؟ بتاع الاليمنت. بعد كده السنجل بيكون بونز، واللون بير بسيبه زي ما هو. ادي يا عم السنجل بيكون ايه؟ بونز اهو بالشكل ده. في حاجه نسيت اقولها لك في الليسون اللي فات، وهو ان البير ده اللي هو مش داخل في تكوين البوند جوه المولوكيول اسمه لون بير، بينما البير ده اللي داخل في تكوين البوند جوه المولوكيول اسمه بوند بير. وحماده اهلا الليفل حلو. نرجع تاني للمحاضره بتاعتنا. كده هنا ينفع تقول الكلوراين دي حواليها كام الكترون؟ 8 يا دكتور محمود. صح. تقدر تقول ان الكلوراين دي حواليها كام الكترون؟ 8 يا دكتور محمود. دكتور محمود الالكترونين دول يعني الالكترون ده انت حسبته مره هنا وحسبتهم مره هنا، ففي حاجات مشتركه. ايوه حبيب قلبي، ما هي دي فكره الكوفيلنت بوند، جمعيه ودايره، الالكترونات في النص بنشاركها. كل اتوم حواليها 8، اذا هي مستقره. ده نص النظريه بتاعتنا، وده اللي النظريه بتاعتنا كانت بتقوله، ما عدا 3 اليمنت ما بيحبوش يبقى حواليهم 8: هيدروجين بريليوم وليثيوم. هيدروجين بريليوم وليثيوم الثلاثه دول لا ما يحبوش يبقى حواليهم 8. الهيدروجين سي ال مثلا تعالى نرسمه. يترسم ازاي؟ يبقى شكله عامل كده اهو. ارسمه بطريقه لويس هتلاقيه عامل كده. هتلاقي ان الهيدروجين حواليه كام؟ 2 فقط. يبقى الهيدروجين يحب لما يقول لك ده انا يوم ما يتمعظم يبقى حواليه 2 مش 8. الدروباكس، العيوب. النظريه دي ليها عيوب، ليها عيوب جدا. اول عيب ليها ان في بعض الموليكيولز لما بصينا عليها كده في الطبيعه استغربنا. ايه ده؟ دي إيه اللي ما بتطبقش الاوكتيت رول؟ ايه ده السنترال اتوم بتاعتها فيها اكتر من 8. وعلى فكره الموليكيول دي لما تيجي ترسمها بطريقه لويس اصلا هتلاقي فيها مشاكل. يعني لما اجي اعلمك ازاي نرسم بطريقه لويس وتيجي ترسم الحاجات اللي فيها عيوب وما بتخضعش للنظريه هتلاقي فيها مشاكل ومش عايزه تترسم معاك. ودي الطريقه اللي انا بصراحه بستعملها لو في موليكيول في الاختيارات بيقول لي هل بيخضع للاوكتيت رول ولا لا، بحاول ارسمه. لو رسمته اترسم معايا حلو قوي والسنترال اتوم حواليها 8 يبقى بتتبع النظريه. طب جيت ارسمه لقيت مشاكل، ايه ده؟ في حاجه غريبه مش عايز يترسم معايا كويس. جيت ارسمه لقيت السنترال اتوم حواليها اقل من 8، يبقى انت اكيد مش بتفولو الاوكتيت رول. خلاص. تعال نشوف اول مولكيول مش بيتبع البي سي ال 5 رسمته عامله ازاي. قلنا مش هنعرف نرسمه بالاوكتيت رول قوي. الفوسفورس مثلا المفروض عامل كده صح؟ والكلوراين مثلا خلينا نجيب قلم بلون تاني. الكلوراين اهو عامل كده. خلاص. وهنرسم بقى كذا وحده ايه كلوراين بالمنظر ده كده. عايزين 5 اهو. ايه اللي انت عملته ده يا دكتور محمود؟ ده البي سي ال 5 برسمه واحده واحده. في مشكله، عارف ايه؟ ان انا عندي 5 اتوم بخمسه سنجل الكترون، فعايزين يكونوا 5 بونز. بينما البي ده هو عنده 3 سنجل فقط، فكان المتوقع يكون كام بوند؟ 3. فعلا يا جماعه البي يعني بيكون بعض الكومباوندز، طبعا بل معظم كومباوندز بيبقى بيتبع القاعده. لكن الحاله دي شاذه، البي سي ال 5 حاله شاذه. ايه اللي هيحصل؟ هيستخدم الخمسه الكترون كلهم كسنجل. يا نهار اسوح، يا نهار اسوح. 1 2 3 4 5، الخمسه الكترون خلاهم سنجل كلهم وكون بيهم بونز. ودي حاله اكسبشن، حاله شاذه. الاس اف 6 تعال نرسمه. فين مثلا السلفر اهو، شكله عامل زي الاكسجين عامل كده. الفلوراين عامل ازاي؟ الفلوراين عامل كده. وعندي بقى 6 من 1 2 3 4 5 6. كلام محترم ايه قوي 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 قوي. انت يا سلفر دلوقتي والله انت ما تقدرش ان انت تكون اكتر من 2 بوند، ده الطبيعي بتاعك، عندك 2 سنجل. بس انا هشذ عن القاعده بتاعتك وهحول السناجل بتوعي دول كلهم، سوري الدبل دول كلهم الى سنجل. فهيصبح عندي 6 من السنجل، 1 2 3 4 5 6، ويعمل 6 بونز ب ايه ده اللي انا عملته ده؟ لا غلط. كده. وهنا ده عملت مع الكلورين اللي فوق. صباح الفل. ايوه كده وكده وكده. كده هو عمل 6 بونز. ينفع اسالك سؤال؟ هي الفوسفورس دي اللي حواليها 5 بونز، يعني 5 بوند بير عندها 10 الكترون، والسلفر دي اللي عندها 6 بونز 6 لون بير يعني عندها 12 الكترون. يبقى الاثنين مش بيتبعوا. وخلي بالك زي ما قلت ان هم استخدموا الفالنس الكترون بتاعتهم كلهم في عمل البونز، وده على عكس الطبيعي. اللون بير المفروض ما بيشاركش، هم استخدموه عادي. تعالى بعد كده نعرف ان في بعض المولكيولز الاخرى برضو ما بتتبعش، بس لسبب غريب ان التوتال الفالنس الكترون بتوعها بيكون اود نمبر، عدد فردي. فبالتالي مش هقدر ان انا ارسمهم بطريقه لويس العاديه. ولما ارسمهم حتى مش هلاقيهم متحوطين ب 8 الكترون زي اللي فوق بالظبط. هترسمهم هتلاقيهم مش متحوطين ب 8
وهتحاول ترسمهم بلويس هتلاقيهم مش سالكين معاك خالص، تمام، زي اللي فوق كده. تعال نجرب. النيتروجين على فكره عنده 5 فالنس الكترون، والسلفر عنده كام؟ 6، يبقى التوتال 11. الكلورين عنده 7، والاكسجين عنده 6، بس في منه 2. خلي بالك لما يكون عندي 2 اكسجين كده، او ال 6 ملتبلاي 2 كده 12 و7 يبقوا 19 الكترون. يبقى ده اود نمبر ولا لا؟ اود نمبر. يبقى مش بيطبق الرول ومش هيتبع الاوكتت رول، مهما ترسمه مش هيبقى فولود باي او سراوندد باي 8 الكترون. البي في اف 3 احنا ما رسمناهوش. البورون عنده 3 من الفالنس الكترون، والفلوراين عنده 7 زي الكلوراين بالظبط، فهنرسم له 3 من الفلوراين. خلاص. في حاجه غريبه ان البورون عنده 3 سنجل، يبقى هيعمل كام بوند فقط؟ 3 من البوند. خلاص. فهتلاقي ان هو متحوط بكام الكترون يا عيني؟ 6 فقط من الالكترون. يبقى برضه مش بيتبع الاوكتت رول. يبقى ممكن ما اتبعش بان انا قليل، او ما اتبعش بان انا زياده. الاوكتت رول مش بس في مولكيولز ما اتبعتهاش، بل ايضا في حاجه تانية، وانها ما اتكلمتش خالص النظريه دي عن حاجه اسمها ستيريو ستراكشر وانجل. وده اللي باذن الله تعالى هناخده النظريه اللي بعد دي على طول، الفيسيبر ثيوري، ودي اللي شرحت لنا الاشكال. لكن دي ما جاتش ناحيه الاشكال، ما فسرتش ازاي ممكن الميه يبقى شكلها في السبيس عامل كده ستيريو ستراكشر. هاو تو درو. الجزء ده اتلغى كجزء نظري، اتلغى كجزء نظري، ولكن لو انت ما بتعرفش ترسم هتقابلك مشاكل كتيره. اولا لما يجي يسالك في الامتحان كذا سؤال مش هتعرف تحله. اول سؤال ما عدد اللون بير؟ ما عدد البوند بير؟ يبقى بين لو عرفت تحله من غير ما ترسم. لو قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، لو قال لك مثلا ايه نوع الهايبريدايزيشن؟ يبقى بين لو عرفت تحله من غير ما ترسم. ومجمع لك في النوتس يعني حوالي 4 أو 5 اسئله، لما يجوا لك في الامتحان اعرف ان انت هترسم. متخيل 4 5 افكار؟ فلا، قصه كبيره. فلو سمحت الرسم مهم عشان ترسم مولكيول. انا علمتك طريقه، بس في بعض المولكيولز الرخمه زي الاس او 2 مثلا، او زي الحاجات اللي تشارجد مثلا ان اتش 4 بوزيتيف ان او 2 نيجاتيف، مش هتعرف ترسمهم غير بالرولز دي. عرفت انا ليه بقول لك مع انها اتلغت؟ طيب يا دكتور محمود، لازما تعمل 3 حاجات. اولا لما اديك مولكيول يا صديقي العزيز اعمل الكترونيك كونفيجريشن للاليمنتس بتاعته. تاني حاجه بوت السنترال اتوم في السنتر، والبريفرال اتوم على الاطراف. والحاجه الثالثه روح احسب عدد البونز واللون بير. طب تعالى يا دكتور محمود في الان اتش 3 ده انا هرسمه، فهعمل الكترونيك كونفيجريشن زي ما قلت. النيتروجين يا دكتور محمود اخره 2 اس 2 2 بي 3، انا يهمني الفالنس الكترون. الهيدروجين 1 اس 1 عنده ايه؟ هنا 1 فالنس الكترون والنيتروجين هنا عنده 5 فالنس الكترون. يبقى انا بوزع عشان اجيب الفالنس الكترون. يلا بوت السنترال اتوم اند البريفرال اتوم. ادي السنترال اتوم يا دكتوره، وبتحوطها بالبريفرال اتوم في اي حته تعجبني اهي. طيب انا دلوقتي واقع في مشكلتين. المشكله الاولى، ولو بس اعرف عدد البونز كام هعرف ارسم. لو بس اعرف عدد اللون بير كام هعرف احطهم. بتحط اللون بير اللي هيطلع لك لما تجيبه بحيث يبقى السنترال اتوم بالذات حواليها، او كل الاتومز حواليها 8 ما عدا الهيدروجين. ازاي هعرف احسب الاثنين دول؟ ب5 ستيبس. الاثنين دول عشان اجيبهم 5 ستيبس. يلا سريعا. اولا بحسب الاي بي سي دي اي. ايه الاليمنت او ايه السيمبل؟ ايه ده؟ توتال فالنس الكترون. البي ده الكترون اوف ساتوريشن، كل واحده بتتشبع ب 8 ما عدا الهيدروجين ب 2. السي دي الشيرد الكترون. البي ماينس الاي. الدي هي عدد البونز. السي اوفر 2. الاي هي عدد اللون بير. اي ماينس سي اوفر 2. واحده واحده هتبقى سهله. تعالى في الكومباوند ده نحسب الاي توتال فالنس الكترون. انا عندي ان اتش 3. طيب ازاي بحسب توتال فالنس الالكترون؟ بشوف النيتروجين الفالنس بتاعته بكام؟ ب 5. ادي 5 بلس. الهيدروجين بكام؟ ب 1. طب انا عندي 3 منه يبقى 3 ملتبلاي 1. بقوا كام الكترون؟ بقوا 8 الكترون. يلا البي. البي الكترون اوف ساتوريشن بجيبها ازاي دي؟ رقم الساعه 8 بتتجاب بال 8. النيتروجين ساتوريتد بكام؟ ب 8. الهيدروجين الاكسبشن الوحيد اللي لما تلاقيه ما تكتبش بداله 8، اكتب بداله 2. اي حاجه ثانيه 8. الهيدروجين 2 بس في منه 3 اهو. طيب يبقى كده عندي هنا 6 و8 كام؟ 12 الكترون. طيب السي بتتجاب ازاي؟ بطريقه سهله جدا جدا. انا جبت الاي والبي، بي ماينس اي، يبقى انا جبت عايز اجيب السي بي ماينس اي، عايز اجيب السي بي ماينس اي، يبقى 12 ماينس ال 8 ايكوال 4 الكترون. طيب عايز اجيب الدي، اسهل حاجه في الدنيا. ليه اقسم اوفر 2 على طول؟ خلينا نحل في حته ثانيه. ديفايد اوفر 2 على طول فتبقى 4 اوفر 2 ب 2. ايه اللي انا جبته؟ ايه الدي دي؟ ايه الدي دي؟ ده عدد البوند بير. الله الله، يبقى عندنا 2 بوندز. طب يلا نجيب عدد اللون بير. بنجيبها ازاي عدد اللون بير؟ احنا ماينسنا مره البي من الاي صح؟ يلا ماينس الاي والسي. يلا ماينس الاي والسي. الاي كانت 8 والسي كانت 4، فيبقى الديفرنس ما بينهم 4. اوكي، هنا فين الاي اللي احنا عايزين نجيبها؟ خلينا نكتبها مثلا هنا اهو. الاي دي
بتتجاب ازاي؟ الاي ماينس السي اللي احنا قلنا 8 ماينس 4 اوفر كام 2 عشان اجيب عدد اللون بير، فيطلع الديفرنس عندي 2. يبقى انا كده عندي يا دكتور محمود كده عندك هنا ال8 اهي، وعندك هنا السي بكام؟ ب 4. يبقى 8 ماينس 4 ب 4، و4 اوفر 2 هتبقى ب 2 عندنا. تعالى لما نرسم. معلش انا برضو عندي غلطه رياضيه للمره ال 505، فاعتقد ان انتوا خلاص اتعودتوا على المشاكل الرياضيه دي لحد ما ربنا يتولاني بقى ايه واروح اخد كورس يو سي ماس ولا حاجه. كده احنا في غلطه حسابيه بقى بتقول ايه؟ بتقول ان هنا ال 8 و 2 تايمز 3 6 و 8 14 مش 12. ما اعرفش مين اللي كتب 12، انا ما اعرفش. ال 14 دي ماينس ال 8 هتبقى بكام؟ ب 6 صح كده؟ 14 ماينس ال 8 ايوه ب 6 فعلا. حلو. ال 6 دي اوفر ال 2 هتبقى ب 3 تمام. وبعد كده هنقول ال 8 ماينس 6 مش 4 فهتبقى بكام؟ ب 2. و2 اوفر 2 هتبقى ب 1. خلاص يبقى بس كل الغلطه ان احنا قلنا دي ب 12 بدل ما نقول عليها انها ب 14. كلام محترم قوي. كده يا دكتور محمود احنا عرفنا نجيب عدد اللون بير بان هو بكام؟ ب 1. عرفنا يا دكتور محمود نجيب عدد البونز بير ان هو بكام؟ ب 3 بقى مش ب 2. احنا صلحناها هنا ب 3 بونز. طب نرسمها ازاي بقى؟ الثلاثه بوند يتحطوا ازاي؟ والله يا دكتور محمود انا شايف واحده تتحط كده، وواحده تتحط كده، وواحده تتحط كده. طب اللون بير احطه فين؟ طب تعالى نشوف. الهيدروجين كده اصلا اوريدي حواليه 2 اهو لانه عنده بوند واحده فيبقى عنده حواليه 2 الكترون. النيتروجين حواليه 6 فاضل له يبقى حواليه كام؟ 8. حط له هو اللون بير. يبقى انت كده رسمتها ايه يا باشا؟ مظبوط. حالا نرسم الاس او 2. يلا نحسب التوتال فالنس الكترون. السلفر عندنا الفالنس الكترون بتاعته ب 6. طبعا هتعمل الكترونيك كونفيجريشن الاول. الاكسجين برضو ب 6 بس في منها 2. فيبقى كده التوتال بتاعنا كام؟ هنحسبها بقى المره دي بقى بدقه. ايوه 18 الكترون. خلاص كلام محترم. تعالى نحسب البي. البي بتتحسب ازاي؟ البي بتتحسب من الكترون اوف ساتوريشن. الاس والاو كل واحده بتترتب بكام؟ ب 8. هم 8 هم 3 عندي واحد سلفر واثنين اكسجين. 8 تايمز ال 3 بكام؟ 8 تايمز 3 باراوند ال 24 الكترون. حلو. السي ماينس الاثنين من بعض. 24 ماينس ال 18 تبقى ب 6 الكترون. طيب الدي 6 اوفر 2 تبقى ب 3 بونز. يبقى الدي دي عدد البونز. يلا اخر حاجه نجيب الايه؟ الاي. الاي بتتجاب ازاي؟ عدد اللون بير A ماينس سي. هنا 6 وهنا 18 يبقى الديفرنس ما بينهم كام؟ 12. 12 اوفر 2 يبقى عندي 6 من اللون بير. يبقى انا عندي 6 لون بير و3 من البونز. يلا نرسمها. حط السنترال اتوم في النص. حط البريفرال اتوم فين؟ حواليها. عدد البوند 3. حط هنا واحده وهنا الثانيه، الثالثه حطها فين؟ في اي حته تعجبك، هنا او هنا مش هتفرق. عندي 6 لون بير. طب احطهم ازاي؟ السلفر دي كده حواليها كام الكترون؟ والله حواليها 3 بوند. كل بوند 2 الكترون. عندها 6. خلاص كملهم 8 يا باشا. الاكسجين دي عندها 2 بوند يعني عندها 4 الكترون. كملهم 8 يا باشا. الاكسجين دي عندها بوند يعني عندها الكترونين. كملهم 8 يا باشا. هتلاقي ان انت استخدمت السته لون بير بتوعك اهو 1 2 3 4 5 6 وكل واحده بقى حواليها 8. يبقى دي الطريقه المثاليه للرسم. احفظ الشكل ده عشان استخدمه لك في الفيسيبر ثيوري زي ما هو بدل ما نرسمه من تاني. وتعالى بقى نرسم التشارجد ايونز بالاختلافات بتاعتها. الاختلاف بتاعها فين؟ ان لو انت عندك حاجه تشارجد بوزيتيف، التشارج دي مثلا بوزيتيف 1 او بوزيتيف 2 او بوزيتيف 3، الرقم ده اعمله ماينس الاي. طبعا بترسم حاجه عليها نيجاتيف تشارج، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، الرقم ده اللي هو ال1 او ال2 او 3 اعمله بلس مش نيجاتيف. لا هو انا مكتوب نيجاتيف ولكن انت تعمله بلس. بلس على الفالنس الكترون، على التوتال فالنس الكترون. تعالى نوضح على طول بالرسم. هنحسب الايه ازاي؟ التوتال فالنس الكترون. النيتروجين قلنا قبل كده انها ب 5. الهيدروجين قلنا انها ب 1 ملتبلاي 4 يبقوا 9. شفت بقى؟ ده اللي انا بكلمك فيه. لازما البلس دي هي بوزيتيف 1. طالما بوزيتيف بس يبقى بوزيتيف 1. ماينس يبقى ماينس 1. كده المفروض يبقوا 9. 9 ماينس ال1 هيبقوا 8 الكترون. فهمت انا عملت ايه؟ يبقى الماينس 1 ده الاختلاف عن اللي فوق فقط. حلو. طب يلا بينا على البيس ساتوريشن. النيتروجين ساتوريتد ب 8. الهيدروجين 4 كل واحده ساتوريتد ب 2. 8 و8 يبقوا 16 الكترون. كلام محترم. السي ماينسهم من بعض يا باشا يطلع 8 الكترون. الدي ديفايد اوفر 2 يا باشا يطلع 4 من البونز. حلو. يبقى احنا كده عرفنا ان عندنا 4 بوند. يلا نجيب عدد اللون بير. يلا عدد اللون بير. الاي والسي ماينس بعض. الاي والسي ماينس بعض. ادي ايه وادي سي. 8 ماينس 8 بزيرو. ايه ده؟ ايه ده؟ اللون بير ممكن تطلع زيرو. معنى كده ان انا ما عنديش لون بير، عندي 4 بونز فقط. هنحط السنترال اتوم. حلو.
هنحط السراوندنج اتوم حواليها، جميل. ها وبعدين ولا قبلين عند 4 بوند احطهم بالشكل ده. بس خلي بالك بعد ما بترسم الحاجه اللي تشارجد لازم تحوطها وتحط عليها اللي تشارج، لازم تحوطها وتحط عليها اللي تشارج. تعال نرسم ال NO2 هنا بقى. NO2 نيجاتيف، كلام محترم. هنا هنجيب ال A، خلاص بقى احنا عرفنا 7 بلس 2 ملتبلاي ال 6، جميل، بلس 1 دي ما تنساهاش ايكوال. خد بالك في هنا غلطه، النيتروجين ب 5 سوري مش ب 7، لان احنا عاملين الكترونيك كونفجريشن ليه هنا 5 الكترون. حلو. هنا 12 و5 يبقوا 17 و1 يبقوا 18 الكترون. حلو. البوينت اللي بعد كده اللي هي البي، جميل. مالها البي؟ البي يا باشا عندك الساتوريشن، النيتروجين ب 8، الاكسجين عندي 2 كل واحده ب 8 يبقوا ب 24 الكترون، جميل. السي عدد الايه؟ الشيرد الكترون ماينس الاثنين دول من بعض، البي ماينس الايه، الديفرنس ما بينهم 6 الكترون، كلام محترم. الدي اوفر 2 فيبقى 3 من البونز، كلام جميل. الاي اللي هي عدد اللون بير، تتجاب ازاي عدد اللون بير؟ عدد اللون بير هات لي بسم الله الرحمن الرحيم، الاي والسي ماينس بعض اوفر 2، 18 و6 الديفرنس ما بينهم 12، يبقى 12 اوفر 2 يطلع عندي 6 من اللون بير. تعال نرسم ال NO2، تعال. ادي السنترال اتوم، ادي واحده بريفرال وادي واحده بريفرال، كلام محترم. 3 من البوند، حط واحده وواحده، فاضل لي الثالثه، حطها في اي حته تعجبك، في اي حته يمين او شمال. طيب بعد كده عندي كام لون بير؟ 6. يلا نستخدمهم بحيث يبقى كله حواليه 8. النيتروجين ده يا باشا كده عنده كام؟ 6 الكترون، كده بقى 8، ما تزعلش نفسك. الاكسجين دي عندها بير واحد، عندها الكترونين بس، خلاص كده بقى حواليها 8. الاكسجين دي عندها 4 الكترون اهو، كده بقى عندها 8، واستخدمت ال6 بالظبط، خلاص. هل انا خلصت؟ لا، فاضل لي ان انا احوطه واحط حواليه نيجاتيف. يبقى احنا كده خلصنا سريعا ازاي بنرسم، وخلصنا عامه الاوكتت رول اللي عامله لك يا عم مشكله. يلا بينا على الفالنس بوند ثيوري. النظريه دي بتقول لك ان الكوفالنت بوند ما هي نشاتها الا اوفرلابنج ما بين 2 سنجل اوربيتال، يعني 2 اوربيتال فيهم سنجل الكترون، او هاف فيلد اوربيتال يعني، خلاص. اوربيتال سنجل من هنا مع اوربيتال سنجل من هنا وتداخلوا مع بعض. فهمنا يا دكتور محمود؟ يعني الهيدروجين ده يا حبيب قلبي لما بيعملوا الكترونيك كونفيجريشن بيبقى 1 اس 1. الكلوراين ده يا حبيب قلبي لما بنوزعه بيبقى 2 اس 2، 2 بي كام؟ 5، كلام محترم. الحقيقه ان البوند عشان تتكون لازما اوربيتال سنجل مع اوربيتال سنجل. طيب الهيدروجين ما حلتوش غير اوربيتال واحد اسمه 1 اس 1. الكلوراين تعالى نستخدم قاعده هونز، هتحط الالكترونين كده. البي 3 اوربيتال فيها 5، احط 1 2 3 4 كام؟ 5. ده اسمه بي اكس، ده اسمه بي واي، وده اسمه بي زد. البي زد واخد بالك ان فيها الكترون واحد فقط؟ فيها الكترون، يبقى هو ده الالكترون او هو ده الاوربيتال اللي هعمل بيه البوند، البي زد، ال2 بي زد. اما هنا ال1 اس 1 يبقى اوربيتال سنجل من هنا مع اوربيتال سنجل من هنا، يحصل ما بينهم اوفرلابنج، يخشوا في بعض. فلما يعشقوا في بعض زي ايدي دي كده تتكون الكوفالنت بوند بقوه، وتبقى قوه قويه جدا. كلوراين وكلوراين، تيجي نجرب. تعالى احنا لسه راسمين الكلوراين ان هو عنده الثلاثه اوربيتال دول كده، هم بس اللي فيهم ايه؟ سنجل، هو الاخير ده اللي هو البي زد. طب الكلوراين ده نفس الكلام، في سنجل الكترون في البي زد اهو، خلاص. يبقى هذا ال2 بي زد وهذا ال2 بي زد بتتداخلوا مع بعض ويعملوا كوفالنت بوند. يبقى لما يديك سؤال في الامتحان اتش اف، الكوفالنت بوند تنشا ما بين اوفرلابنج ما بين اوربيتال مين ومين؟ اعمل الكترونيك كونفيجريشن، طبق الهانس رول، شوف فين السنجل اوربيتال. في حاجه ممكن تقابلك وانت بتفتح تذاكر مثلا من المعاصر او اي سورس، بس مش هتيجي لك عليها اسئله، وهو شكل الاوربيتالز المتداخله عامله ازاي. الاس مثلا شكلها كوره، البي بتاعت الكلوراين شكلها عامله ازاي؟ كمثرى بالشكل ده، والالكترونين اهم معشقين في بعض. طيب تعالى مثلا في الكلوراين والكلوراين، ادي كمثرى وادي كمثرى ومعشقين برضه فين يا باشا؟ في بعض. failure of the simple form of the theory to explain certain compounds. النظريه دي نجحت تمام، اللي هي الاوفرلابنج دي، وجامده جدا. بس اللي انا شرحته لك ده الشكل البسيط بتاعها. في شكل بعد كده جه بعد كده اسمه الشكل المور كومبلكس، المعقد شويه، اضافوا فيه كلمتين بس هياخدوا مننا شغل. الكلمه الاولانيه اسمها اكسايتيشن، والكلمه الثانيه اسمها هايبريدايزيشن. علشان افتح بس دماغك، الاكسايتيشن يعني انا هنقل الالكترون من سب ليفل اقل سب ليفل اعلى، من 2 اس ل 2 بي، من 3 اس ل 3 بي. اما الهايبريدايزيشن
ان انا امسك اوربيتالز مختلفه زي دي كده مثلا 2 اس و 2 بي وادمجهم في الخلاط مع بعض فيطلع اوربيتالات شبه بعض تماما. خلي بالك ال 2 اس وال 2 بي مش شبه بعض، لما اعمل لهم هايبريدايزيشن 1 و3 يبقى 4 اوربيتال شبه بعض جدا في كل حاجه. هل انا خلصت كده او شرحتهم لك؟ لسه هشرحهم لك بالتفصيل، بس خلي بالك ان في شكل معقد من النظريه دي، والبوينت دي مهمه. يجي لك في التقييمات اسئله بالعبيط يقول لك هذا الكومباوند بيوبي السيمبل فورم من النظريه دي، يعني مش محتاج من الاخر اكسايتيشن وهايبريدايزيشن. والله لو هو مثلا زي الاتش 2 ده مش محتاج اكسايتيشن وهايبريدايزيشن خلاص. طالما مش محتاج هايبريدايزيشن ولا محتاج اكسايتيشن يبقى بيوبي السيمبل فورم. طب يجي مركب بقى زي السي اتش 4، هل ده ممكن افسره بالسيمبل فورم؟ قول له لا. سي 2 اتش 4 سي 2 اتش 2 ان اتش 3، قول له لا، لازما الشكل المور كومبلكس اللي هو فكره الاكسايتيشن والهايبريدايزيشن. هنشرحها ونراجعها البورد الجاي. يلا نفسر اول كومباوند عندنا واللي هو السي اتش 4 ونفهم ازاي الكومبلكس فورم من حيث الاكسايتيشن ومن حيث الهايبريدايزيشن. السي اتش 4 رسمته ازاي بلويس؟ رسمناه قبل كده بالشكل ده، ورسمنا ان هو عنده 4 بونز. بس اللي يمكن اول مره انت تاخد بالك منه ان ال4 بونز دول شايفهم شبه بعض ازاي؟ شبه بعض من حيث اللينس، شبه بعض من حيث الانرجي. فتعالى نشوف هل النظريه بتاعتنا هتفسرها ولا لا. الكربون لما نيجي نعمل له الكترونيك كونفجريشن يا اولاد بيبقى اخره 2 اس 2 2 بي 2 وعنده 4 فالنس الكترون، ولكن ال 2 اس 2 ال2 الكترونز دول مش سنجل، دول في اوربيتال واحد. حلو. وال2 بي 2 دول 2 سنجل، فاصبح الكربون عنده 2 سنجل. فكان من المتوقع، النظريه بتاعتنا بتقول ان السنجل اوربيتال ده بس اللي بيكون البونز. خلاص صح. فالمفروض الكربون بالشكل ده ما يقدرش يكون غير 2 بونز. ببص لقيت عنده 4، نحلها ازاي؟ عشان اعرف اكون 4 بونز محتاج 4 هاف فيلد اوربيتال، حليناها بالاكسايتيشن. قال لك طب ما في فكره، ما ناخد الالكترون ده من هنا ونقوم حاطينه هنا، ناخد الالكترون من هنا ونقوم حاطينه هنا. ان انا انقل الالكترون من مستوى اقل لاعلى اسمه اكسايتيشن، وهو فعلا اللي حصل من ال 2 اس الى ال 2 بي، وبقى عندي 4 هاف فيلد اوربيتال. مبروك عليك، كون الاربعه بوز. لقيت في مشكله ثانيه، لقيت ان الثلاثه اوربيتال دول ليهم شكل وانرجي وحياه، والاوربيتال ده ليه شكل وانرجي وحياه، فالبونز مش هتبقى شبه بعض يا اولاد. صح. نحلها ازاي؟ قال لك ما تيجي نخلي الاربعه دول واحد، واحد شبه بعض من حيث الشكل، من حيث اللون، من حيث كل حاجه. العمليه دي اسمها عمليه الهايبريدايزيشن، التهجين. ان انا امسك اوربيتال وثلاثه ومدمجهم مع بعض هيطلع لي بره ده 4 بس شبه بعض في اللون والريحه وكل حاجه. اسمهم ايه الاوربيتالات الجديده؟ هل اسمهم اس ولا بي ولا اسمهم اس بي؟ اسمهم اس بي. لما دخل عندي واحد اس مع 3 بي ودمجتهم مع بعض اصبحت الاوربيتالات الناتجه كلها اسمها اس بي 3. حبيب قلبي، هات لي كوبايه صوبيا وهات لي 3 كوبايات مانجا. تمام. انا انزل لي مشروب كوبايه صوبيا و3 كوبايات مانجا للثلاث اشخاص اللي كانوا قاعدين معايا. جيت للراجل في القهوه قلت له لو سمحت انا عايز صوبيا بالمانجا، انا كنت في رمضان بقى وقتها، انا عايز صوبيا بالمانجا، مش عايز صوبيا وعايز مانجا، اعملهم لي في الخلاط. خد الاربع كوبايات حطهم في الخلاط ودلقهم في 4 كوبايات تانيين. لو الراجل نزل لي 4 كوبايات صوبيا بالمانجا انا هشكره واقول له شكرا. لو نزل لي 3 كوبايات صوبيا مانجا اقول له انت حرامي، ازاي مديك كوبايه صوبيا و3 كوبايات مانجا تخرجهم لي 3 كوبايات بس؟ انا مديك 4 كوبايات يخرجوا 4 كوبايات. والهايبريدايزيشن بيطلع نفس عدد الاوربيتال. دخلت 3 يطلع 3، دخلت 4 يطلع 4. في فكره برضو تانية، الكوبايه اللي نازله لي دي اسمها ايه؟ صوبيا بالمانجا. مش بس اسمها صوبيا ب3 مانجا. كوبايه صوبيا قصاد 3 مانجا، لازم انا اسميه كده، ما ينفعش اسميه اس بي وخلاص، لازم انا اوضح الريشيو اللي واضحه عندي. تعالى نفهم الهايبريدايزيشن. هو ان انا ادمج الاوربيتالز، اعمل اوفرلابنج للاوربيتالز البيور اوربيتالز علشان اكون اوربيتالز جديده، بس بتكون مهمه جدا انها شبه بعض جدا في الانرجي، في الشيب، في كل حاجه. دلوقتي يا اولاد اقدر اكون ال4 بونز بتوعي في الميثان بتاعي. ادي الكربون وادي الهيدروجين بتاعتي. ايه اللي هيحصل؟ تعالى لما نشوف. الحقيقه ان الكربون اصبح عنده 4 اوربيتال اس بي 3، فيودي واحده اس بي 3 تقابل ال1 اس بتاعت الهيدروجين وتنشا ما بينهم البوند. كذلك هنا اس بي 3 قصاد 1 اس، اس بي 3 قصاد ال1 اس، اس بي 3 قصاد ال1 اس. اصل الهيدروجين ما عندوش غير ال1 اس، فتنشا الاربعه شبه بعض. الهايبريدايزيشن يا اولاد لما فهمنا الكونسيبت بتاعه لازم نعرف ان ليه كونديشنز وتايبس. الكونديشنز اي الشروط بتاعته. في شروط انا وضحت لك جزء منها. اولا ان انا لما بدمج يا اولاد الاوربيتالز لازم يكونوا قريبين من بعض في الطاقه. خلي بالك ال2 اس وال2 بي كانوا قريبين من بعض في الطاقه. اللي انا دمجت، سوري دي مش 1 اس، دي 2 اس اهي، دمجت دي 2 اس وال2 بي. لازم يكونوا قريبين من بعض في الطاقه. ما ينفعش اجيب 3 اس مثلا او اجيب 2 اس و4 بي، بعاد عن بعض قوي.
فكان لازم ان هم يكونوا قريبين من بعض في الطعم. بالله عليك، هو انا ينفع اعمل مثلا تمر هندي بالمانجا؟ ايه ده، دول بعاد عن بعض قوي في الطعم، لكن صوبيا بالمانجا قريبين من بعض، ينفع يعني يبقوا لطاف مع بعض شويه. طيب ادي فكره. تاني حاجه، لازم الاوربيتالات ذا سيم اتوم. ما ينفعش اجيب اوربيتال من الكربون واوربيتال من الهيدروجين واقول انا بعمل اوفرلابنج، انا بعمل كده هايبريدايزيشن، غلط. طيب ثانيا، الاوربيتالز اللي ناتجه دي محدش سال نفسه شكلها عامل ازاي. الاس كان شكلها كوره، البيكومتري الهايبريد اوربيتال شكله عامل كده زي السلحفاه ترتل كده. في ميزه كمان ليه، ان هو بيكون مور بروترودد اوتورد، اكثر بروزا للخارج. بمعنى يعني تقدر تقول ان هو بيعمل اوفرلابنج بشكل اقوى. لما بيجي يعمل بونز بيعمل اقوى انواع البونز، هقول لك هنا انه بيعمل السيجما بوند، اقوى انواع الكوفيلنت بوند. فلا جامد قوي في الارتباط، يمسك كده جامد في اللي قدامه. طيب السيمبل بتاعه، انا حددت هنا السيمبل اس بي 3 بناء على ايه؟ بناء على عدد ونوع البيور اوربيتال اللي داخله. لما كان داخل عندي واحد من الاس و3 بي اصبح اسمه اس بي 3. فده نوع من انواع الاوفرلابنج، نوع من انواع الهايبريدايزيشن، ان يخش عندي واحد من الاس وصاد 3 من البي، هيطلع عندي نفس العدد. اوعى يا خمام تطلع لي حاجه ناقصه، 4 اوربيتالز كل واحد اسمه اس بي 3. طب لو جيت في مره تانية، الاتوم مزاجها وكيفها، ونعرف امتى تقرر الاتوم تعمل النوع ده ولا النوع ده ولا النوع ده بمزاجها. اخر حاجه اقولها لك في الليسون ده، ازاي بحدد نوع الهايبريدايزيشن، ازاي الاتوم بتختار هي عايزه تعمل ايه. اتوم تانية قالت لك لا يا ابني، انا عايز ادمج واحد اس مع 2 بي بس، مش على مزاج ادمج الثلاثه. قلت له خلاص حقك، طالما دخلت ثلاثه يبقى والله لا خرج لك ثلاثه. قالت لي طب والرابع بتاعي؟ قلت لها خلاص انت مش عايزاه يخش، براحتك انت ومزاجك، انت ومزاجك، بس مش هسميهم لك اس بي 3. دي كوبايه صوبيا على كوبايتين مانجا، انا هسميها اس بي 2. تعالى على النوع اللي بعده. واحده تانية هفت في دماغها تدمج 2 بس، قالت لك يا عم انا هعمل نوع اسمه اس بي، واحده اس مع واحده بي. اوعى يا خمام تاخد لي الاثنين التانيين البي واي والبي زد. خلاص كلام محترم قوي. هل ممكن ادمج بي مع بي؟ لا، لان هم كده نفس الاوربيتال، لازم يكونوا اوربيتالات مختلفه، والا ازاي التهجين ينفع. انواع الاوفرلابنج، انواع التداخلات، هو اوربيتال في اوربيتال بيعملوا بوند صح، بس تداخل الاوربيتالات مش زي بعضه. بص يا اولاد، ممكن الاوربيتالز لما تقابل بعض تخش مع بعض راس لراس بالمنظر ده، ده اوربيتال اس كوره، ده اوربيتال بي اللي هو كومتري. لما دخلوا كده اسمه كده ان هم دخلوا راس في ايه؟ في راس. لكن ممكن بي اوربيتال يقابل بي اوربيتال تاني، هل كده داخلين في راس في راس؟ لا، دول كده داخلين جنب الجنب. فده كده نوع من الترابط بيبقى ضعيف شويه، الجنب الجنب ده بسميه الباي بوند. اما التداخل راس لراس ده بسميه السيجما، وبيكون تداخل اقوى. كلام محترم، يبقى السيجما اقوى من الواي، دي بالراس ودي بالجنب. خد كمان المعلومه دي، هي اصلا الاس اوربيتال عامه، يعني الوحيده اللي عامه اللي بتعرف تعمل الباي بوند هي البي. لما بي تقابل بي على مستوى، هي دي اللي بتعمل باي بوند. خلاص، مش على طول كمان يعني، بس ليها القدره لان ليها جنب تقدر ترتبط بيه. لكن وانس ان انت تسمع ان في هايبريد اوربيتال في الموضوع، اعرف انه سيجما على طول داخل براسه. بص ما بيتفهمش، وشايف السلحفه دي بتخش براسها. فوانس سيجما، وانس سيجما يبقى هايبريد اوربيتال على طول. ولو عايز تعمل باي بوند اعرف انه بي مع بي اكيد هو اللي عامله. تعال نفهم الاكزامبل بتاعت السيجما. السيجما ممكن تتكون كاكزامبل ليها 2 بيور اوربيتال، واحد اس مع واحد بي اللي انا اديته لك هنا اهو، شايف راس براس اهو. ممكن بي مع بي برضو على فكره، بس يخشوا براسهم، شايف اهو كده داخلين براسهم اهو، ينفع. طيب ممكن هايبريد مع بيور، بيور مثلا زي الاس، هايبريد مثلا زي الاس بي 3، وده اللي خدناه هنا في الميثان، يبقى النوع ده سيجما. في الميثان خدنا النوع ده. ممكن هايبريد مع هايبريد، ممكن اوربيتال اس بي 2 مع اوربيتال اس بي 2، هناخده في الايسين باذن الله تعالى في الاكسبلانيشن بتاعه. طيب في الاخر الباي بوند بتنشا ازاي يا دكتور محمود؟ بي مع بي، بي زد مع بي زد، بي واي مع بي واي. تعالى مثلا ناخد اكزامبل هنا اهو، ادي يا عم بي وبي اهو، ادي يا عم بي وبي اهو عادي. يبقى من الاخر يا دكتور محمود، انا كل اللي يهمني في القصه دي يا دكتور محمود، انت عايز تكون باي بوند هات بي مع بي، اي بي بقى، هات بي زد مع بي زد، هات بي واي مع بي واي. ليه؟ بالجنب رابطه ضعيفه. لكن دكتور محمود لو سمحت، انت عايز تكون سيجما، هات لو سمحت هايبريد، انا عايزه هايبريد لو عايز تكون سيجما لو سمحت. ودي كانت القصه بتاعتنا. تعالى بقى ناخد الاكسبلانيشن اللي فاضل. الحمد لله خلصنا يعتبر معظم ليسون 2 في البوردز اللي فاتت، وده خلاص اللي فاضل في ليسون 2، بل كمان هنخش على ليسون 3، يعني البورد تعتبر ترانزيشن. نكمل ليسون 2. احنا شرحنا السيجما والباي بوند. عايز اقول لك ان انت لما تلاقي سنجل بوند او دبل او تريبل بوند، كام حاجه يجوا في بالك. ان السنجل بوند هي سيجما، ان الدبل بوند واحده سيجما وواحده باي، التريبل بوند واحده سيجما واثنين باي. فكده كده لازما مفيش بوند غير لو ما يكون فيها واحده سيجما.
ما ينفعش يزيد عن كده. فانا سنجل خلاص يبقى انت اكيد من النوع السيجما اللي هو هيد تو هيد. انت دبل يبقى اكيد واحده سيجما واحده باي. انت تريبل يبقى اكيد واحده سيجما 2 باي. هي دي القاعده بتاعتنا. اوكي. اكسبلانيشن اوف C2H4. شفت اللي عملناه في المثال؟ تعالى نعمله في هذا الموليكيول او هذا الكومباوند اللي عايزك تحفظه. اسمه ايه؟ اسمه ايسين او ايثيلين. ايسين او ايثيلين، الاسمين خليهم عندك. لو حفظتهم دلوقتي انت رايح نفسك في ثالثه ثانوي. ده في حوالي يعني 3 درجات على التوبي عن الكومباوند ده كده. ده 3 درجات في ثالثه ثانوي ده كده، انت متخيل لوحده. فهذا هو الايسي او الايثيلين. خلاص، كلام يحترم جدا. السي 2 اتش 4 لما تعوز ترسمه يا اولاد هرسمه ازاي؟ ما انا علمتك 2 سنترال اتوم كربون والبريفرال هيدروجين، وبعدين بنمثل بيه طريقه لويس. الكربون عنده 4 سنجل والهيدروجين عنده 1 سنجل، فهنعمل بوند كده وهنعمل بوند كده. حلو. الهيدروجين كذلك عنده واحده سنجل والكربون اهو السنجل بتاعته. تمام. كده الكربون عنده مشكله ان الكربون دي عندها 2 سنجل والكربون دي عندها 2 سنجل. خلاص يلا نعمل دبل بوند. يبقى الايثين يتميز ان فيه دبل بوند وان فيه 2 كربون. فطالما فيه 2 كربون لما هاجي اكلمك عنه هقول لك، هشرح لك الكلام على كربونه، بس اللي بقوله لك على كربونه معنى كده انه بيحصل في الثانيه بالظبط. اتش كربون هاز ذا فولوينج. كل كربونه يحصل فيها ايه؟ تعال نشوف. كل كربونه الكترونيك كونفيجريشن بتاعها هو S2B2، يعني فقط عندها 2 سنجل. الله، طب ما انا عايز اعمل 4 بوند يا ابني، طب ما انا كده فاشل. لا، النظريه بتاعتنا شرحت لنا ان في حاجه اسمها اكسايتيشن. هيحصل اكسايتيشن فيبقى اخري 2S1 و 2B3. كده انا اعرف اعمل 4 بوند، ولكن ما زال عندي مشكله. ايه هي؟ انه دي سيجما ودي سيجما ودي سيجما، دي باي، دي سيجما ودي سيجما، صح؟ اه. فدلوقتي كل كربونه يا ولاد عندنا عايزه تعمل 3 سيجما وواحده باي، 3 سيجما وواحده باي. ففيجي واحد محترم يقول لك خلاص يا دكتور محمود الثلاثه دول شبه بعض، انت قلت يعملوا الثلاثه سيجما وده يعمل الباي. اقول له انت غلطان. عارف ليه؟ لان انا شرحت لك حاجه مهمه قوي. قلت لك ايه يا ابني؟ لو عايز تعمل سيجما استخدم هايبريد اوربيتال واعمل هايبريدايزيشن، ولو عايز تعمل باي يا ابني نعمل ايه؟ لو عايز تعمل باي استخدم بي مع بي، استخدم بي مع بي. فيبقى لو انا عايز اعمل سيجما بالله عليك استخدم، بالله عليك استخدم الايه؟ الهايبريد اوربيتال. بينما لو عايز اعمل باي هستخدم البي اوربيتال. كلام محترم. التوبيك اللي بعد كده وهو ازاي هعمل هايبريدايزيشن هنا، وهعمل من انهي نوع. والله يا دكتور محمود على حسب انت عاوز ايه. انت عايز كل كربونه تعمل 3 سيجما، 3 سيجما يبقى 3 هايبريد اوربيتال. ازاي اعمل 3 هايبريد اوربيتال بقى؟ تعالى لما اقول لك. هناخد هذا الاس مع 2 من البي، فيطلع عندي 3 هايبريد اوربيتال من النوع SB2 بالمنظر ده. ويبقى عندي البي الاخيره اللي هي البي زد تنزل زي ما هي اهي. فاكر نوع SB2؟ حلو. ايوه، هكون ازاي السيجما والباي؟ على فكره خلصت ازاي. كل سيجما دلوقتي من الكربونه دي، كل سيجما داخل فيها ايه؟ هايبريد اوربيتال. اهي داخل من هنا SB2، داخل هنا SB2، داخل هنا SB2. طبعا بيقابل مين في الهيدروجين؟ ال1s. لكن بيقابل مين في الكربون؟ هي الكربونه دي برضو هي عايزه تكون سيجما، يبقى لازما هي كمان تدخل بمين يا اولاد؟ بSB2. بSB2 هنا عايزه تكون سيجما يبقى SB2، هنا عايزه تكون سيجما يبقى SB2. يبقى خلي بالك البوند ما بين الكربون والهيدروجين هي بوند ما بين هايبريد اوربيتال وبيور اوربيتال. بيور اوربيتال بتاع الهيدروجين يا اولاد ما عندوش غيره هايبريد اوربيتال بتاع الكربون SB2. بينما السيجما بوند ما بين الاثنين كربون هي ما بين اثنين هايبريد اوربيتال SB2 وSB2، SB2 وSB2. كان في سؤال في المعاصر وحد ساله لي في اليوتيوب برضو، لما جينا على الايثين قلنا ان هو عنده كام هايبريد اوربيتال؟ 6. فقالت لي ازاي يا دكتور محمود انت عديتهم ازاي؟ قلت لها يا بنتي 1 2 3 4 5 6. قالت لي انت ليه حاسب الاثنين دول انهم اثنين دول واحد؟ مش هي سيجما واحده؟ قلت لها ايوه سيجما واحده بس معمول من اثنين هايبريد اوربيتال فيبقى التوتال 6. اما الباي بوند قلنا باي يعني بي وبي، وانا فعلا اوريدي عندي بي، فهاخد البي زد بتاعت دي مع البي زد بتاعت دي. خلي بالك اللي بيحصل في كربونه موجود عند الثانيه. يلا بينا اكسبلانيشن للكومباوند اللي بعده الايثاين. ايثاين، وخلي بالك من السبيلنج. ايثاين اهو اين اخره واي ان اي، بينما ده كان ايسين اخره اي ان اي، يبقى واي غير الاي، وده ايثيلين في ال اصلا. طيب الكومباوند ده C2H2 بيترسم ازاي؟ 2 كربون اتوم سنترتهم، 2 بريفرال اتوم هيدروجين. دكتور محمود الكربون قد الهيدروجين، ليه الكربون هو بقى السنترال اتوم؟ لان انت خلي بالك الهيدروجين دايما بيبقى بريفرال، دايما بيبقى بريفرال. اوكي. انت عندك مين الاليمنتس اللي هي لازم تكون سنترال اتوم؟ الكربون لازم يكون سنترال اتوم، النيتروجين لازم يكون اكسجين، كربون والنيتروجين الاكسجين جامدين.
مين بالتسلسل كده الاقوى؟ الكربون اقوى حتى من الاثنين دول، فدايما هو اللي يكون ايه سنترال بالشكل ده. ماشي كلام محترم. تعال نكمل القصه بتاعتنا. دلوقتي يا دكتوره الايثاين انا عملته بالشكل ده، فعلشان ارسمه طبعا الكربون هيمسك مع الهيدروجين بسنجل بوند ومع الهيدروجين بسنجل بوند على حسب لويس. الكربون دي ودي كل واحده عايزه 3 بوند كمان، خلاص يعملوا تريبل بوند بالمنظر ده. ازاي هنفسرها؟ كل كربونه اللي هقول لك عليها بيحصل فيه اختها اللي بعدها. عندك هنا هنعمل الاول ان الكربون كان الالكترونيك كونفيجريشن بتاعها اس2بي2، ما ينفعنيش، لازم أنا اعمل اكسايتيشن. ليه؟ لان انا لازم أنا اكون 4 بونز. طيب يا دكتور محمود ايه البونز اللي انت عايز تكونها؟ والله يا ابني ادي دي واحده سيجما، وادي دي واحده سيجما و2 باي. اذا كل كربون عايزه كام سيجما؟ 2 سيجما و2 باي. 2 سيجما يبقى انت محتاج فقط 2 هايبريد اوربيتال، 2 هايبريد اوربيتال. تعالى ندمج مثلا ما بين مين؟ ما بين الاسايه دي وما بين البهايه دي، فيطلع عندي الاثنين دول اللي من النوع الاس بي، وطبعا هيبقى عندي البي واي والبي زد بالشكل ده. حلو. دلوقتي نقدر نكون البونز بتاعتنا. الكربون دي عندها كام هايبريد اوربيتال يا اولاد؟ عندها 2. حلو. ودي سيجما اهي ودي سيجما اهي، تقوم داخله في السيجما دي باس بي وتقوم داخله في السيجما دي باس بي، تكون وتقابل مين؟ الهيدروجين يقابلها ب1 اس ويعملوا سيجما بوند. الكربونه الثانيه تقابلها بالاس بي بتاعتها اهي ويعملوا سيجما بوند. كلام محترم قوي. طيب بالنسبه للكربون دي برضه هتعمل تستخدم الاس بي بتاعتها وتعمل سيجما بوند. خلي بالك انت عندك 2 اس بي. طب الباي بوند بتتكون ازاي؟ بي مع بي. هنا مثلا هيقابلني مين؟ انا عندي بي واي، يعني دي كده عندها بي واي وبي زد، ودي عندها بي واي وبي زد، فالبي واي من هنا تقابل البي واي من هنا، والبي زد دي تقابل البي زد دي، او اوربيتال البي زد قابل البي زد، يعملوا انهي نوع من البوند؟ باي. قلنا بي وبي يعني باي. بي واي تقابل البي واي يعملوا انهي نوع من البوند؟ باي. قلنا بي وبي يعني باي. خلاص. لكن خلي بالك تاني، السيجما بوند ما بين الاثنين كربون غير الكربون والهيدروجين. ما بين الكربون والهيدروجين هو واحد هايبريد وواحد بيور، اس بي و1 اس. ما بين الاثنين كربون هي هايبريد وهايبريد، اس بي واس بي. هاو تو ديترماين تايب اوف الهايبريدايزيشن. نوع الهايبريدايزيشن احنا قلنا هنا في هذا الكومباوند من النوع اس بي، وفي هذا من الاس بي 2، وفي المثال لما خدناه كان اس بي 3. وهيجيب لك هو في الامتحان حاجات ما تعرفهاش زي ده او ده او ده مثلا. ازاي؟ عندنا لو بنستخدمه، بس قبل ما بعرف اكتب اللو واطبق فيه لازم أن الاول ارسم المولكيول. يبقى الخطوه الاولى رسم المولكيول، الخطوه الثانيه كتابه اللو. اللو ده بيحسب ايه يا اولاد؟ بيحسب عدد الهايبريد اوربيتال. هل انا محتاج اعمل هايبريدايزيشن لثلاثه اوربيتال ولا اربعه ولا اثنين؟ طب وده بيساعدني اعرف النوع. ايوه، ما هو انا لو يا اولاد لو عايز اعمل هايبريدايزيشن لاربعه اوربيتال زي الميثان بيبقى النوع اوتوماتيك على طول اس بي 3، بينما لو عايز اعمل هايبريدايزيشن لثلاثه اوربيتال زي الايسين يبقى النوع اوتوماتيك اس بي 2، بينما لو عايز اعمل هايبريدايزيشن لاثنين اوربيتال اوتوماتيك يبقى النوع اس بي. فهمت اللعبه يا بطل؟ يا رب تكون مفهومه. دكتور محمود في حاجه تانية، ان عدد الهايبريد اوربيتال ليها اسم تاني وهي عدد الالكترون دينستي ريجن، ودي هتنفعنا في الفيسيبر ثيوري دلوقتي وانا بقولها. ايه هو عدد الالكترون دينستي ريجن وليه هو نفس عدد الهايبريد اوربيتال؟ ده هنفهمه في الرسمه. تعال نطبق. انت بتقول لي اول حاجه نرسم. طب السي 2 والسي او 2 يا دكتور محمود كانت رسمته كده. نستنى الاذان ونكمل. طب الاتش 2 اس رسمته ازاي؟ ادي السلفر وادي الهيدروجين، هنا سنجل وهنا سنجل، هنا لون بير وهنا لون بير. طيب بالنسبه للاس او 2 رسمناه مع بعض قبل كده، كان شكله عامل ازاي البطل ده؟ كان شكله عامل كده. طيب خلصنا الرسومات. ازاي هعرف نوع الهايبريدايزيشن في كل واحد؟ تعالى لما اقول لك. بالنسبه للسي او 2 ده محتاج ان انا احسب له عدد الهايبريد اوربت. مظبوط. بجيب عدد السيجما بلس عدد اللون بير. طب واحده واحده، فين السيجما هنا يا اولاد؟ تعالى لما نبين يا دكتور محمود الدبل سيجما وباي. الدبل عباره عن سيجما وباي، يبقى انا ما عنديش غير 2 سيجما. ايه ده؟ يبقى التوتال بتاعك 2. طب واللون بير؟ الكربون عمره في حياته ما يشيل لون بير، وانت شايف هو ما فيش لون بير. حلو. طالما التوتال 2 يبقى النوع من الاس بي. طب الموضوع سهل يا دكتور اهو. تعالى لما نشوف الايه الثانيه. يلا. عدد السنجل دايما سيجما، اس اس السنجل دايما سيجما. حلو. فانا عندي دلوقتي 2 سيجما وعندي 2 لون بير، فيبقى التوتال 4، فيبقى من النوع ايه؟ اس بي 3. اللي بعدها عندي واحد هنا اهو لون بير، ودي واحده سيجما ودي واحده سيجما، يبقى التوتال بتاعك كام؟ 3، فيبقى النوع اس بي 2. يبقى 3 اكزامبلز بالثلاث انواع المختلفه. في حاجه يا دكتور محمود بس فهمها لي، هو زي ان عدد الهايبريد اوربيتال ده اللي هو ده هو نفس عدد الريجن اوف الكترون دينستي. ريجن اوف الكترون دينستي يعني السنترال اتوم حواليها الالكترونات قاعده في كام حته؟ من الاخر كده وبالبلدي، السنترال اتوم حواليها الالكترونات قاعده في كام حته؟ والله يا دكتور محمود انا شايف ان السنترال اتوم بتاعتي ايه؟ الالكترونات قاعده في الحته دي وقاعده في الحته دي وقاعده في الحته دي، الثلاث حتت دول فقط.
ايه ده يا دكتور محمود؟ يعني انت الدبل بوند كده بتعتبرها كريجن واحده من الالكترون دينستي، صح؟ يبقى انا هنا عندي 3 ريجن. طب هنا كام ريجن؟ اهو، ادي ريجن، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه. طب ما هي يا دكتور محمود، السيجما زائد اللون بير هو عدد الهايبريد اوربيتال، وهو نفس عدد الريجن وفي الكترون دينستي زي ما انا شايف. طب هنا ادي دي ريجن وادي دي ريجن. الدبل او التريبل بتعتبر كقطعه واحده وتعامل معامله واحده. كده احنا خلصنا هذه القصه. تعالى في ليسون 3 الفيسيبر ثيوري. الفيسيبر ثيوري هي النظريه اللي كانت بتفسر اشكال المولكيولز والانجل بتاعه المولكيولز، وانا بالنسبه لي شايف انها اسهل حاجه تحل عليها. يعني يا جماعه حتى لو انت قصه تصعبها، كان انا اتخيل الشكل كده واديتك موقع تبص عليه وتشتغل عليه، وريتك مجسمات اهي يا عم، شايف المجسم تهالك خالص مع مرور الوقت. عملت حاجات تخليك تتخيل قدر الامكان، ومع ذلك الاسئله تافهه تافهه تافهه. اسهل حاجه تحل عليها اسئله الاستيريو ستراكشر والانجلز، تمام؟ افكارها بسيطه. حتى انت هتلاقي فيديو تيبس اند تريكس، الجزء ده تفاصيله مش كتير، الباقيين مهولين. فهي دي الفكره. تمام يا دكتوره، يلا بينا على الفيسيبر ثيوري. النظريه دي بتقول ايه؟ بتقول ان الشيبز اوف مولكيولز، اوكي، والانجلز بتاعتهم ما بين البونز، ماشي جميل. انت كده بتعتبر يعني المولكيول 3 دي؟ طبعا المولكيول دي حقيقه 3 دي. الشيبز بتاعهم في الفراغ والانجلز بتاعتهم مين اللي بيحددها؟ الالكترون بيرز. والالكترون بير اللي موجوده فين؟ في السنترال اتوم زي الشكل ده كده. يبقى الشكل اللي بيحدده الالكترون بير، سواء كان بوند بير او سواء كان لون بير، هم دول اللي بيحددوا يا اولاد. عددهم هو اللي بيحدد انا شكلي ابقى لينير ولا انا شكلي انجلر ولا انا ايه بالظبط. طب ازاي هم بيحددوا؟ قول لي هاو. عن طريق ان هم بيعملوا ريبالشن ويز اتش اذر، بيتنافروا مع بعض بحيث ان هم يدوني ذا ليست ايه، اقل ريبالشن ممكن. بيقعدوا يتنافروا ويقعدوا يتحركوا فيخلوني واخد شكل معين. ده اقل تنافر بتاعي، ده اقل ايه تنافر بتاعي. ناخد اكزامبل، مولكيول اسمه بي اي اف 2 ومولكيول اسمه البي اف 3. لو رسمتهم كلويس يا اولاد هيترسموا كده، ادي البي، ادي الاف، ادي الاف، وبوند وبوند، والبي اف 3 اهي. الشكل اللي انا رسمه ده 2 دي، بس انا عايز اتخيله 3 دي، عايز اتخيله ايه 3 دي. واخدين اشكال ايه؟ البي اي اف 2 ده والبي اف 3 كذلك. بص، البي اي ده عنده كام؟ عنده بوند بير وعنده بوند بير، يعني عنده 2 بيرز فقط. يقعدوا يعملوا ريبالشن، يجربوا يتنافروا كده يتنافروا كده يتنافروا كده لحد ما يلاقوا ان احلى شكل ليهم هو الشكل ده. ايه الشكل ده؟ لينير. اختاروا التو بيرز دول الشكل اللينير. حلو. طب بالنسبه لي البي اف 3، يقعدوا هم كمان الثلاثه بير دول يقعدوا يعملوا ريبالشن مع بعض، ريبالشن مع بعض. يقول لك الله، هو ده احلى شكل لينا؟ قال لك لا. طيب ده احلى شكل لينا؟ قال لك لا. طيب ده احلى شكل لينا؟ قال لك الشكل ده احلى شكل بيقلل الريبالشن. الشكل ده بنسميه، يبقى انا كده بقى رسمه ايه؟ مش مظبوط. الشكل الحقيقي في الفراغ ان هو عامل ازاي؟ عامل كده. والشكل ده اسمه بلانر تراي يانجل، بينما الشكل ده هو الشكل اللينير. يا دكتور محمود ازاي؟ معلش الثلاث نقط سوري، ازاي الثلاث نقط دول عاملين شكل تراينجل؟ وصل ما بين التيبس بتاعت الاقلام هتلاقي شكل مثلث، يعني الشكل ده هو الشكل ده، صح؟ دي فلوراين فلوراين فلوراين، وصل ما بينهم كده هتلاقي الشكل بقى تراينجل ولا لا؟ بقى تراينجل. البي اي اف 2 شكلها اهو، دي السنترال اتوم ودول الاثنين بريفرال، وصل ما بينهم هتلاقي الشكل بتاعك لينير. في حاجه برضو حلوه قوي جميله عايزك تعرفها معايا، وهو ان اللي انا عامله ده يا دكتور محمود، ده يا عم ترصيصه بيرز. خلاص، اللي انا عامله ده ترصيصه بيرز، ازواج الكترونات. اللي باللون الاحمر ده لون بير، واللي باللون الاسود ده ايه؟ ده بوند بير. مترصصين مع بعض كده وعاملين شكل. طبعا انت واخد بالك ان الشكل ده مثلا ايه؟ مثلث. الكلام اللي انا بديهولك ده ايه؟ اكزامبل بسيط خالص. انسى يا عم موضوع البير. دي شويه كور، دي شويه كور سودا، ودي شويه كور حمراء. الكور السودا والحمراء دول مترصصين بحيث ان هم عاملين ايه؟ تراينجل. حلو. فانا دلوقتي ممكن اجي اسالك سؤالين كعالم. انت كعالم شايف الشكل ده عامل ازاي؟ انت قصدك كل الكور وهم مترصصين مع بعض؟ كل الكور وهم مترصصين مع بعض عاملين شكل تراينجل مثلا. الكلام ده بره خالص الفيسيبر ثيوري، ده للحياه. والله يا دكتور محمود انا شايف الكور وهي مترصصه عامله شكل تراينجل. جيت اسالك سؤال تاني، لا مش شكل الكور كلها، ما يهمنيش شكلها كلها، انا يهمني شكل الكور السوداء فقط، عاملين شكل ايه؟ تقول لي طب ازاي افصل الحمر؟ تبقى انا كده بقى المفروض امسحها بقى كده مثلا اكني مش شايفها. ايه ده؟ ده الشكل ده مش تراينجل، ده الشكل ده انجلر. الشكل ده ماله؟ انجلر. اللي انا شرحته ده ايه؟ مش فيسيبر ثيوري، ده مش كيمياء. انت لو مش فاهمه يبقى انت ايه؟ لا محتاج تتخيل الحياه. يعني في الحياه كده جاب شويه كور مع بعض اهي، فبقول لك ايه يا حبيب قلبي؟ الكور دي وهي مترصصه مع بعض كلها كده عاملين شكل ايه في الفراغ؟
عاملين شكل تراينجل. قلت لك طب لا سيبك من الكور كلها، انا يهمني فقط شكل مين؟ الكور السوداء عاملين شكل ايه؟ قول لي خلاص يبقى اكني مش شايف الحمراء، اكني مش شايف الحمراء، الشكل اسود يا دكتور محمود ده عامل انجل. يبقى انا كده مش بتكلم على الفيسيبر ثيوري والله العظيم. تعالى يلا بينا يا بطل نرسم الجدول بتاع الفيسيبر ثيوري. يلا بينا. الجدول ده هو يعتبر الفيسيبر ثيوري، لو فهمته لو خلصته يبقى انا خلصت خلاص الفيسيبر ثيوري، وفضلناش في ليسون 3 غير الكوردينيت بوند. ساعدني ان انا اخلصه يا صديقي. احنا ناخد اكزامبل بهذه الكومباوند اللي عددهم 6. عايزين نعرف حاجه اسمها الارينجمنت بتاعهم وحاجه اسمها الشيب او الستيريو ستراكشر بتاعهم. دكتور احمد انا الارينجمنت الشيب يعني مش اسامي غريبه شويه عليا. طب تعالى نبتدي من الليفت تو رايت. البي اي اف 2 احنا رسمناه بطريقه لويس كان بالشكل ده صح؟ بطريقه لويس هل شايف ان في لون بير عنده؟ لا يا دكتور محمود ما عندوش لون بير زي ده مثلا او زي ده مثلا او زي دول مثلا. خلاص فيبقى عدد اللون بير يا صديقي العزيز 0. بينما عدد البوند بير هو عنده 2 بوند، كل بوند بير، يبقى كده عنده 2 بوند بير، يبقى التوتال بتاعهم كام؟ 2. طيب كده انت عندك زوجين من الالكترونز. لما هيبتدوا ان هم يتوزعوا في السبيس ياخدوا شكل عامل ازاي؟ احنا قلنا يا دكتور محمود اي حاجتين يا دكتور محمود عشان يبعدوا عن بعض ويقل الريبلشن، اي حاجتين يعملوا كده لينير. ففعلا التو بير اوف الكترون اللي عندي دول باذن الله تعالى حوالين السنترال اتوم ياخدوا الشكل ده. بص اللي انا برسمه ده اوربيتال في بوند بير. خلاص ده بوند بير وده بوند بير بالمنظر ده. فده كده الارينجمنت ايه بتاعي. طب الشيب او الاستيريو ستراكشر نفس الفكره برضه. ايه الفرق ما بين الشيب والاستيريو ستراكشر وبين الارينجمنت؟ بص الارينجمنت هي عايزه تشوف شكل ازواج الالكترونات في السبيس. طب والشيب هو عايز يشوف شكل ازواج الالكترونات في السبيس. ده طب ايه الفرق؟ ان ده بيشوف ازواج الالكترونات كلها، اما ده بيشوف البوند بير فقط. ده بيشوف ازواج الالكترونات كلها، ده بيشوف البوند بير فقط. فاهم؟ طيب هنا لما ما يكونش عندي لون بير الاثنين هيبقوا نفس الشكل يا اولاد، الاثنين هيبقوا نفس الشكل. لما اجي اقول لك ازواج الالكترونات هنا عامله شكل عامل ازاي؟ هتقول لي مش هما اتنين؟ يبقى لينير. طب لما اقول لك البوند بير هنا عامل ازاي؟ هي يا دكتور محمود ما فيش لون بير اشيله مثلا فالشكل يتغير، يبقى اكيد برضه هيبقى نفس الشيب بالظبط. ادي اتوم وادي اتوم ويبقى ده الشيب بتاع المولكيول. فاكر اللي انا قلته لك وفهمت انا ليه بقول لك على الاكزامبل ده؟ انا عندي الكور اللون البلاك ده يا ولاد. تمام تمام. لما اجي اقول لك يا ابني يا ابني ها ايه يا دكتور محمود الشيب بتاع الكور السوداء ده ايه؟ والله يا دكتور محمود الكور السوداء عامله شكل تراينجل. طيب الشيب مش بتاع الكور السوداء بتاع كل الكور تراينجل برضه. طب تعالى هنا كده انا برسم شكل برضه بالايه؟ بالكور. ركز معايا. لما اجي اقول لك يا ابني الشيب اللي عاملاه الكور كلها ايه؟ تقول لي تراينجل. طب الشيب اللي عاملاه الكور السوداء فقط ايه؟ قول لي لا يا دكتور محمود ده كده مش تراينجل، ده شكل انجلر. نفس الفكره هنا. الشيب بتاع كل البيرز عامل ازاي ولا الشيب بتاع البوند بير فقط عامل ازاي؟ تعال نرجع هنا في البي اف 3 يا صديقي العزيز. البي اف 3 عباره عن 0 من اللون بير، 3 بوند، يبقى التوتال 3. الثلاثه دول الارينجمنت بتاعهم يبقى عامل ازاي في السبيس؟ الثلاثه يفضلوا يبعدوا عن بعض لحد ما يوصلوا للشكل ده اللي انا قلت لك عليه بلانر تراينجل. ده كان شكل لينير وده كان شكل لينير. خلاص ده بلانر تراينجل وده برضو يا اولاد هيبقى بلانر تراينجل. ليه؟ لان مفيش حاجه هنا شيلها فالشكل يتغير. بص هنا مفيش حاجه شيلها فالشكل التوتال زي شكل البوند بير بالظبط. تمام؟ مفيش لون بير في الموضوع. تمام حلو قوي. هنا ظهر اللون بير. هنا يا دكتور محمود ايه؟ عندي واحد لون بير واثنين بوند بير. يا دكتور محمود دي دبل بوند يعني المفروض كده ثلاثه بوند بير. لا بس انا بتكلم على ريجن اوف الكترون دينستي ودي قلتها لك في البورد اللي فاتت. فيبقى التوتال بتاعنا 3. ال3 دول بالله عليك يبعدوا عن بعض لحد ما ياخدوا شكل ايه؟ هي مش كيمياء، هي كيمياء فعلا. يعني انا هنا كان عندي 3 بير فخدوا الشكل الايه؟ البلانر تراينجل ده اهو. كان ده بوند بير وده كان بوند بير وده كان بوند بير. طب هنا نفس الثلاثه بير برضه. ايه الفرق ما بينهم؟ ادي اللون بير يا عم وادي الاثنين بوند بير يا عم. خدوا الشكل البلانر تراينجل برضه ولا لا؟ خدوه يا دكتور محمود. طب لما اجي اقول لك الشيب لا 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 خد اللون بير. الشكل بتاعك بقى انجلر. يبقى هنا بلانر تراينجل اما هنا الشكل بتاعنا هو انجلر. واول ما تلاقي لون بير اعرف ان الاثنين دول مختلفين، هيبقوا مختلفين عن بعض. السي اتش 4 الميثان ما عندناش لون بير، عندنا 4 بوند بير يبقى التوتال 4. الاربعه بيتوزعوا ازاي؟ ما خدناهاش دي يا دكتور محمود. تعالى كده يا عم نمسك مثلا الايه 4 اقلام مثلا. عايزين قلم رابع، قلم رابع اهو، قلم رابع اهو. بسم الله اهو. هل ياخدوا شكل البلس؟ لا ما ياخدوش شكل البلس.
كده الريبالشن عالي. عشان يقل الريبالشن بياخدوا الشكل الحلو قوي 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 ده. بص ايوه هو كده. ايه ده؟ 3 منهم باصين لتحت كده وواحد واقف عليهم كده. هو ده الشكل بتاعهم. هو ده الشكل بتاعهم. 3 من ازواج البيرز دول واقفين باصين لتحت وواحد باصص لفوق. حلو حلو. وصل كده ما بين النقط دي كلها، النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه اللي فوق. عارف هيديك شكل عامل ازاي؟ اداك الشيب ده. هرم. هرم اسمه تترا هيدرون. ليه؟ الاربعه شبه بعض. البيز اللي تحت شبه السايد ده شبه السايد ده شبه السايد ده. الاربعه سايد شبه بعض. اسمه تترا هيدرون. خلاص يا دكتور محمود، يبقى انا اهو ادي السنترال اتوم بتاعتي واربعه بوند بير. ادي واحد خلاص تمام، وادي واحد اللي هو واقف لفوق تمام، وثلاثه باصين لتحت اهو. اثنين. وبص ده انا هرسمه ايه؟ منقط عشان يبقى الشكل 3 دي، يعني تتخيل ان هو ايه 3 دي. حلو. ده التترا هيدرون بنسميه تترا هيدرون. طيب بالنسبه لهنا يا دكتور محمود صباح الفل، ما انت قلت ما فيش لون بير، يبقى هم تتراهيدرون. شايف؟ اقول لك توتال الكور عاملين شكل مثلث. طيب الكور السوداء عامله شكل مثلث، ما هي هي ما هي هي. طيب لما يكون عندي لون بير هنا مشكله. هنا عندي واحد لون بير وثلاثه بوند، يبقى التوتال 4. ايه ده؟ 4 ازواج الكترونات هياخدوا الشكل التترا هيدرون برضه. تترا هيدرون برضه. تترا هيدرون برضه اهو. ادي يا عم السنترال اتوم. مين اللي باللون الاسود؟ ده اللون بير. ومين اللي باللون الازرق؟ ده البوند. خلينا نعملها منقطه. ده البوند بير. يبقى عندي 3 بوند بير باصين لتحت كده. بص بقى بص بقى هنا كويس ان القلم التالت ده مختلف مش قلم سبوره اهو. الثلاثه هنا في ال ان اتش 3 3 بوند بير باصين لتحت، واحد لون بير واقف عليهم من فوق. 3 بوند بير باصين لتحت، واحد لون بير واقف عليهم من فوق. الارينجمنت بتاعهم يعني ازواج الالكترونات كلها عامله شكل هو ده. طب انا عايز الشيب الاستيريو ستراكشر، يعني الشيل اللون بير اكنه مش موجود. ايه ده؟ ده كده ما بقاش تتراهيدرون على فكره. كده ما يبقاش تتراهيدرون، كده يبقى ايه؟ حاجه بنسميها 3 بيز بيراميد. هرم برضو بس 3 بيز، وهقول لك شكله عامل ازاي. ادي يا عم السنترال اتوم خلاص، وادي يا عم بوند بير، وادي بوند بير، وادي بوند بير اهو. يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه 3 بيز بيراميد. عامل كده يا اولاد، شايف؟ ده 3 بيز بيراميد، شكله مفلطح شويه. ده التتراهيدرون واقف على حيله. ده 3 بيز بيراميد، وده الفرق ما بينهم. تعالى لما نكمل في ال H2O عنده 2 لون بير 2 بوند، يبقى التوتال 4. ايه ده؟ التوتال 4. صباح الفل. تتراهيدرون. تتراهيدرون على طول يا باشا. ادي السنترال اتوم في 2 لون بير واقفين لي كده، وفي 2 بوند بير نازلين واقفين تحت كده. خلاص حلو. عاملين الشكل التتراهيدرون زي اي 4 تتراهيدرون، ولكن اوريها لك فين؟ اوريها لك فين؟ اوريها لك فين يا باشا؟ صباح الفل. خبي ايدك كده على اللون بير كده، يبقى لك هنا الاثنين بوند بير اهم. خدي ايدك كده يبقى لك الاثنين بوند بير اهم اهو. ادي بوند بير وادي بوند بير، يبقى ده شكل انجولار. ده شكل ايه؟ انجولار. شكل لما شلت الضلع اداك الشكل الايه؟ الانجولار. حلو كده. احنا خلصنا، ما فاضلناش غير فكره بس الايه الانجلز. اوكي. ايه الانجل المطالب بيها هنا يا دكتور محمود؟ والله انجل البي اف 2 ده لينير. اي لينير انت عارف الانجل بتاعته كام؟ 180 ديجري. طيب شكل البلانر، هي الانجل غالبا بتبقى في الشيبس. اوكي، هي بتبقى في الشيبس مش في الارينجمنت، خليك اكتر في الشيبس. طيب الشيب هنا عندنا كام؟ 180 ديجري. حلو. الشيب ده بتاع البلانر تريانجل، الانجل بتاعته باين انها تبقى كام؟ 120 ديجري. ده شكل بلانر تريانجل. حلو. هنا احنا قلنا ان ده كام؟ انجلر، مش عليك الانجل بتاعته. هنا احنا قلنا الشيب بتاع ده كام؟ تتراهيدرون. الشيب بتاع الميثان تتراهيدرون صح؟ اهو عامل كده. الانجل في الميثان في السي اتش 4 لا عليك الرقم بتاعها. الرقم بتاعها يا دكتور محمود ب 109.5 ديجري. خلاص، يبقى دي الانجل بتاعت الميثان سي اتش 4 بتاعنا. طيب ال ان اتش 3 ال 3 بيز بيراميد، هل عليا الانجل بتاعته ما بين البونز؟ 107 ديجري. طب الووتر اللي شكلها انجولار دي، هل عندي الانجل بتاعتها كام؟ عندك الانجل بتاعتها 104.5 ديجري. يبقى انت عندك الثلاثه انجل دول بالذات اللي تركز لي عليهم، دول قليلين كده باين او من الشكل بتاعهم ان دي 180 ودي 120. دول اللي تبقى عارفهم. الميثان 109.5، ال NH3 107، واخيرا ليس اخيرا ال H2O 104.5. خلاص. هنا انا بتكلم على انجل ما بين البونز وبعضها. اوكي، ما بين البونز وبعضها. حاجه اخيره دكتور محمود، انا ليه ملاحظ ان مع انهم هم الاربعه عندهم 4 بيرز؟ شايف 4 بير 4 بير 4 بير، بس الانجل مختلفه. انا واخد بالي يا دكتور محمود الانجل بتقل. اصل خلي بالك اللون بير كان عمال بيزيد هنا. هنا الميثان كان عنده 0 لون بير.
هنا في ال NH3 عندها 1، في ال H2 عندها 2. كل ما بيزيد اللون بير يا ولاد كل ما بيحصل ايه؟ كل ما الانجل بيحصل فيها انها بتقل. ليه؟ لان الريبالشن ما بين لون بير ولون بير عالي جدا، اكبر من انه يكون ما بين لون بير وبوند بير، اكبر من انه يكون ما بين بوند وبوند. اللون بير بيموت في الريبالشن، عيل سايب، عيل صايع وعلى حل شعره زي ما بيقولوا، عيل بص بيموت في الريبالشن. شايف هنا مفيش لون بير فمفيش ريبالشن عالي، في واحد لون بير عمال بيزق عليهم ويقلل الانجل، هنا 2 لون بير بيفحصوهم تحت ويقللوا الانجل، فدايما يعرف ان الريبالشن بتاع اللون بير بيكون عالي. اخر حاجه ونختم بيها الجدول هو الابريفيشن، الاختصار لكل اكزامبل من دول. عايزين نعمل اختصار لكل واحد بالصيغه دي، ان السنترال اتوم هعبر عنها بالسيمبل ايه، البريفرال اتوم هعبر عنها بالسيمبل اكس، عدد البريفرال اتوم بيتحط قدام الاكس بختصر له بان، اللون بير هرمز لها بالرمز اي، وعددها هرمز له بالرمز ام. خلاص يا دكتور محمود مش فاهم. البي اف 2 يا ابني كام سنترال اتوم؟ هي بي اي واحده، خلاص ايه. البريفرال اتوم بتاعتها اف 2 يبقى اكس 2، 2 بريفرال اتوم. في لون بير لا يبقى ما اكتبش اي خالص، اي 0 وما اكتبش اي افضل. خلاص يبقى ده الابريفيشن بتاعها اهو. البي اف 3 واحده سنترال اتوم يا دكتوره، خلاص، وثلاثه بريفرال اتوم ومفيش لون بير. الاس او 2 واحده سنترال اتوم، فين الاس او 2 اهي، واحده سنترال اتوم واثنين بريفرال اتوم وواحد لون بير. السي اتش 4 واحده سنترال اتوم واربعه بريفرال اتوم، حلو. الان اتش 3 واحده سنترال كده كده، ثلاثه بريفرال وواحده لون بير. الاتش 2 او واحده سنترال اتوم اللي هي الاكسجين، واثنين بريفرال اتوم اللي هي اكس 2، واخيرا وليس اخيرا اثنين لون بير. يبقى دي الفورمولا اللي احنا قلناها قبل كده. مهمه ليه الفورمولا دي يا دكتور محمود؟ علشان لما يديك مولكيولز غريبه اول مره تشوفها ويقول لك الشيب بتاعها ايه، الارينجمنت بتاعها ايه، تبقى عارف. لو انت بتعمل لهم الصيغه لقيتها اي اكس 2 تقول له اه اي اكس 2 يبقى اكيد دي لينير في الارينجمنت وتكون لينير في الشيب. اي اكس 3 بلانر تريانجل شيب وارينجمنت. اي اكس 2 اي الارينجمنت بتاعها يكون بلانر تريانجل لكن الشيب انجلر. اي اكس 4 الشيب والارينجمنت زي بعض تتراهيدرون. اي اكس 3 اي اي اكس 3 اي يبقى الارينجمنت تتراهيدرون والشيب 3 بيس بيراميد. اي اكس 2 اي 2 يبقى الارينجمنت تتراهيدرون والشيب انجلر. يا دكتور احمد انت حافظهم حلو قوي، عرفني الطريقه اللي انت حافظهم، هعرفك تحفظهم ازاي لما يديك فورمولا زي دي تعرف الشيب والارينجمنت على طول، مش محتاج تحفظ ولا تبذل فيهم ايفورت، بالنص اللي هقولها لك دلوقتي. بس قبل ما اقول لك النص خلينا نعرف نجيب الفورمولا بتاعت دول. طبعا محتاج ترسم كل واحد، فالاي ال سي ال 3 يا عم رسمته عامله ازاي اهي. في لون بير لا، سنترال اتوم واحده ارمز لها بالرمز ايه، ثلاثه بريفرال اتوم اهو اكس 3 ومفيش لون بير. طب البي اي سي ال 2 خلينا نمسح دول كده يا صديقي العزيز. البي اي سي ال 2 هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله كده اهي، ادي البي اي سي ال 2. حلو. هل في لون بير؟ لا، في 2 بريفرال اتوم اي اكس 2. السي اتش 2 سي ال 2 رسمته عامل ازاي؟ رسمته عامله كده. هل في لون بير؟ قلنا الكربون عمره ما بيشيل لون بير اصلا فما فيش، وفي بريفرال اتوم اربعه حتى لو مختلفين. البي اتش 3 كان عامل كده. خلاص رسمنا البي اتش 3 كده، عنده واحد لون بير وثلاثه بريفرال، ادي واحد لون بير وثلاثه بريفرال. يبقى احنا عرفنا ازاي بنجيبها وبنحسبها حتى الحاجه اول مره نشوفها. لكن الحقيقه اللي مهم بجد وهيفرق معاك قوي 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 ان انا لما احفظك الفورمولاز دي باشكالهم عامله ازاي. فركز معايا. بص حبيب قلبي، هو انت ازاي بتجيب الارينجمنت يا دكتور محمود؟ او ازاي لما يديك فورمولا بتحسب بتعرف الارينجمنت على طول؟ من عدد توتال اللون، التوتال البيرز، سواء بوند او لون بير. بمعنى انا يا عم مثلا جالي اي اكس 2، جالي اي اكس 3 اي مثلا، جالي اي اكس 4، جالي اي اكس مثلا 2 اي 2. ازاي بتعرف تحسب عدد توتال البير؟ بص هنا توتال البير كام؟ 2 من البوند وزيرو لون، يبقى التوتال 2 بتاعي، توتال البير 2. هنا توتال البير 4، 3 اكس و1 اي. توتال البير هنا 4، 4 اكس. توتال البير هنا كام؟ 4. خلي بالك الاكس مش بيرمز بس للبريفرال اتوم، بيرمز كمان لعدد الايه؟ البوند بير. والاي بترمز لعدد اللون بير. فانا بحسب التوتال. انا جالي صيغه زي دي قال لي الارينجمنت ايه؟ قلت ارينجمنت بحسبه من التوتال. يا ابني اي ارينجمنت يجي، اي فورمولا تجي لك لو لقيت الارينجمنت او لو لقيت سوري توتال البير 2 قولا واحدا الارينجمنت لينير. طب لو لقيته 3 قولا واحدا بلانر تراينجل. طب لو لقيت التوتال 4 قولا واحدا تتراهيدرون، ملاش احتمالات تاني. لقيت توتال البير، توتال الاكس والاي 2 لينير، 3 بلانر، 4 تتراهيدرون وملهاش احتمالات تاني. الشيب هو اللي قد يكون رخم شويه صح؟ تعالى لما اقول لك الحركه الجامده قوي في الشيب دي. عايز تحفظ الشيب؟ او عايز احفظ الشيب.
مش انت جبت الارينجمنت؟ لو ما لقيتش اي، الشيب هو الارينجمنت. يعني ده ده ايه؟ لينير والشيب لينير. ده تتراهيدرون والشيب تتراهيدرون. طالما ما لقيتش اي، الارينجمنت هو الشيب. طب لقيت ايه يا دكتور محمود والدنيا غلست عليا وامتحاني ربنا ما يعلم، يعني حد ما يعلم بالله ربنا، واللجنه سودة، اعمل ايه؟ وجالي الاي. اقول لك هيجي لك مثلا اكزامبل زي ده ax2e، يجي لك اكزامبل زي ده ax2e2، هيجي لك اكزامبل زي ده ax3e. مش هيجي لك غير دول، طيب يا دكتور محمود احسب الارينجمنت ازاي؟ التوتال هنا كام؟ 3 صح؟ يبقى الارينجمنت بتاعك بلانر. التوتال 4 وهنا التوتال 4، يبقى الارينجمنت تتراهيدرون. لا جالي شيب. هل الشيب يبقى هو الارينجمنت؟ في ايه يلا؟ في ايه؟ لا. طب احسب الشيب ازاي بقى؟ تعالى اقول لك. بص يا ابني، لو لقيت اكس 2 جنبها اي اكس 2 جنبها اي اعرف ان الشيب قولا واحدا انجلر. بينما لو لقيت اكس 3 جنبها اكس 3 جنبها 3 يبقى 3 بيس بيراميد. 3 يبقى 3 بيس بيراميد. 2 اللي بيعمل اللي ليه 2 انجلر، اللي ليه 2 الانجلر، اللي ليه 3 3 بيس بيراميد. انا كده حاولت على قد ما اقدر احفظهم لك. كده احنا خلصنا الفيسيبر ثيوري يا عم، يا رب تكون كانت سهله. ويلا بينا على الكوردينيت بوند بسرعه. نيجي مع اخر جزء معانا في الريفيجنز، وهو الثلاثه بوندز دول، الكوردينيت بوند واللي هي كانت تبع ليسون 3 واللي هي كيميكال بوند، والهيدروجين والميتاليك بوند واللي هم الفيزيكال بوند واللي تبع ليسون 4. يلا نخلصهم في بورد واحده ونبقى فنينا الريفيجن بتاعتنا. تعبتنا، انا عارف انها تعبتكم، واللي قاعد دلوقتي ظهره وجعه، والله صدقني انا كمان ظهري وجعني وحاسس بيك، وحاسس يعني لو الريفيجن كانت طويله فانا بعتذر لك، بس انا كنت بحاول الم اكبر كم ممكن من المعلومات في نفس الوقت في اقل وقت. يلا بينا نتوكل على الله وناخد الكو اوردينيت بوند. يا دكتور محمود ما هي الكو اوردينيت بوند؟ الكوردينيت بوند هي كوفيلنت بوند. طب ما احنا خلاص خلصنا، ما احنا عارفين الكوفيلنت بوند فاهمين الكوفيلنت وحافظينها. جايين ناخد ايه؟ لا بس هي سبيشال تايب. اللي بيحصل فيها ان بدل ما اتنين اتوم، واحد بيشارك بالكترون والتاني بيشارك بالكترون، لا مش ده اللي حصل. ده انا عندي اتوم هي اللي ادت الاثنين الكترون، هي اللي مشاركه في البوند دي بالاثنين الكترون. ازاي حصل الكلام ده؟ عندنا اثنين اتوم، واحده اسمها الدونر وواحده اسمها الاكسبتور. الدونر دي كانت اتوم غنيه عندها اوربيتال في 2 الكترون، والاكسبتور كانت اتوم فقيره عندها اوربيتال فاضي اصلا، ما فيهوش مكان، ما فيهوش الكترونات. فالدونر بصت للاكسبتور قالت لها طب ما تاخدي الاثنين الكترونز بتوعي وتخليهم عندك في الاوربيتال بتاعك ونعمل مع بعضنا بوند. ماشي، تعالى لما نشوف. كان عندي هيدروجين اي وعندي ووتر، هما الاثنين دول يا دكتور محمود بيقابلوا بعض اصلا امتى؟ لو الاسيد دب في الميه. لو انا جبت اسيد دوبته في الميه، الهيدروجين ايون بيرتبط مع الميه. ازاي؟ الاسيد ماده زي الاتش سي ال، لما بتنزل في الميه لانها ماده بولر او بولر كومباوند فبيتكسر بالميه بالشكل ده. ودايما يا ابني اللي بيكون على الشمال ده بيكون بوزيتيف، واللي بيكون على اليمين ده صديقي العزيز بيكون ايه؟ بيكون نيجاتيف بهذا الشكل. طيب كلام محترم قوي. عذر. ماشي يا دكتوره، كده انا عندي الهيدروجين ايون لما الاسيد نزل في الميه، فالاسيد ده قابل مين؟ قابل الميه بالشكل ده. لا الميه عندها 2 لون بير. اللون بير ده معناه ايه؟ اوربيتال فيه 2 الكترون. اذا انت عندك اوربيتالين فيهم 2 الكترون. يا نهار ابيض. حتى بص كده على الالكترونيك كونفيجريشن بتاع الاكسجين، شايف الاكسجين عنده 2 اوربيتال فيهم 2 الكترون، بينما الهيدروجين ايون اللي نزل عندي في الميه ده عنده اوربيتال فاضي. ازاي؟ الهيدروجين نورمال عنده اوربيتال واحد فيه الكترون. طب الهيدروجين بوزيتيف 1 فاقد لهذا الالكترون اصلا، عنده فيسنت اوربيتال فاضي. فالاكسجين يقول لها طب ما تيجي تاخدي الالكترونين بتوعي دول وتخليهم عندك. قالت له ماشي والنبي يا ريت تديهم لي، يا ريت تخليهم عندي، بس هتاخده وتمشي. لازم تمسك معايا بكو اوردينيت بوند. طالما خدته مني يبقى لازم تمسك معايا بكوردينيت بوند. برسمها بارو سهم بيشاور ان الالكترون رايحه فين؟ من الدونر الى الاكسبتور. وهو ده يا عم الايه؟ الكوردينيت بوند. اللي نتج عندي ده يا اولاد المولكيول ده اسمه الهيدرونيوم. ودايما تلاقي الكوردينيت بوند المولكيول بتاعتها اخرها اللفظ ده اونيوم. هناخد الامونيوم، فاهم؟ تمام. ولازما اعمل براكت واحط عليه بوزيتيف لان المولكيول ده كله شايل تشارج. ايه ده شايل تشارج ليه؟ الووتر زي اي مولكيول خلقه ربنا نيوترال. تخيل، واخد بالي من الترم اللي فات، اي كومباوند نيوترال، ولكن هذا يحمل بوزيتيف. لما مسكوا مع بعض بقى التوتال ماسك ايه يا اولاد؟ بوزيتيف تشارج. شكرا يا دكتوره. تعالى لما ناخد البوينت اللي بعد كده، واللي هي اسمها ايه بفضل الله تعالى؟ الامونيا ديزولفينج ان الووتر. ده كان الاكزامبل الثاني للكو اوردينيت بوند. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط باذن الله. وقتها جت الامونيا اللي هي ال NH3 دوبناها في الميه.
لما دابت في الميه عملت رياكشن او بوند مع الهيدروجين ايون بتاع الميه. ايه ده؟ هي الميه فيها هيدروجين ايون؟ نسيت اقول لك ان دي حاجه اسمها الايه يا اولاد؟ ال H2O. صح، كلام محترم. وان ال H2O اللي هي الميه في بعضها جزء منها مش كلها بيتأين ويديني ايونز اتش بوزيتيف و اتش نيجاتيف. فالامونيا لما نزلت الميه قابلت الاتش البوزيتيف بالشكل ده. الامونيا عندها 1 لون بير. النيتروجين في الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه عنده اوربيتال فيه 2 الكترون. قال للهيدروجين ايون الفاضي خد الالكترونين بتوعي خليهم يقعدوا عندك، بس بشرط هنعمل مع بعض كوردينيت بوند، فتكون عندي ال NH4 البوزيتيف واللي اسمه الثاني بدل امونيا امونيوم. مش بس النيتروجين اللي بيعمل كده، كذلك الفوسفورس، كذلك الارسن، كذلك النيتروجين. الجروب بتاع ال5 اي كله ممكن يعمل التركه دي. فتلاقي مثلا الفوسفورس ده ممكن يعمل فوسفونيوم، الارزن يعمل ارزينيوم. خلاص يا دكتوره، كده احنا فهمنا الفكره بتاعتنا. اخر كوردينيت بوند واخر اكزامبل هو الالومنيوم كلورايد. المين تاني؟ الالومنيوم كلورايد، ال AlCl3. ال AlCl3 هو خدنا ان هو كوفيلنت كومباوند، وان هو طبيعي بيكون في الحاله السوليد اهو. AlCl3 طبيعي بيكون في الحاله الايه؟ السوليد. ال AlCl3 لو في الحاله الليكويد بيبقى في الشكل ده Al2Cl6. بيبقى عباره عن اتنين من ال AlCl3 ماسكين مع بعض بكوردينيت بوند. يعني ال Al2Cl3 ال Al2Cl6 ده جواه اتنين كوردينيت بوند. هو ده اللي انا جاي اقول لك عليه. ازاي؟ الكلوراين عنده اوربيتال فيه 2 الكترون، الكلوراين عنده 3 اوربيتال فيهم 2 الكترون. يقوم مدي الكترونين لمين؟ للالومنيوم الفاضيه دي. الالومنيوم عنده فاضي فيعمل كوردينيت. كذلك الكلورينه دي مثلا عندها ايه؟ الكترونات زياده تديها للالومنيه دي، فبيتكون عندي 2 كوردينيت. خلي بالك الالومنيوم في توزيعه في اوربيتال فاضي، الكلوراين في توزيعه في اوربيتال مليان. فهي دي كانت القصه، وده الالومنيوم كلورايد. خلصنا ليسون 3 وخلصنا كل الكيميكال بونز وكل ما تتضمنه بفضل الله تعالى، ودخلنا على الفيزيكال بونز. الهيدروجين. الهيدروجين بوند تعرفها ايه؟ اللي هو بيقول لك ان الهيدروجين اتوم وقعت دلوقتي ما بين 2 اتومز بس سيميلر، بس هاي الكترونيجاتيفيتي، وده اهم شرط. عشان تتكون الهيدروجين بوند لازم ان الهيدروجين اتوم تقع ما بين 2 اتوم سيميلر وعندهم هاي الكترونيجاتيفيتي. مين هم؟ 3: النيتروجين، الاكسجين، الفلورايد. الثلاثه كومباوند اتش اف اتش 2 او ان اتش 3 هو ده اللي لما تشوفهم شك ان في هيدروجين بوند، بل تاكد ان في هيدروجين بوند. خلاص. ممكن على فكره تلاقي كومباوند غريب بالشكل ده، حاجات في ثالثه ثانوي اورجانيك كيمستري بالمنظر ده. ايه ده يا دكتور محمود؟ دي كده هيدروجين بوند بتتكون على فكره. ايه ده؟ بس دي مش ميه. بس هنا شايف الاتش ماسكه في مين؟ دايركت اكسجين. هيدروجين بوند 100%. تمام. يا رب تكون مفهومه بفضل الله تعالى. خلصنا يا دكتوره هذه القصه وهذا الكونسبت، ودخلنا بعد كده على ازاي بتتكون الهيدروجين بوند. وضحها لي بطريقه اكتر. ده مولكيول من الميه. تمام. الميه على فكره خدنا ان لسه في الحصه دي ان عندها بولر كوفيلنت بوند ولا لا؟ اه. والبولر كوفيلنت بوند بتكون في بارشال نيجاتيف، بارشال بوزيتيف، بارشال نيجاتيف، بارشال بوزيتيف. صح ولا لا؟ صح. وان الاكسجين دي بيكون عندها 2 لون بير بالشكل ده. مظبوط. شوف بقى اللقطه دي. هذا الهيدروجين البوزيتيف ماسك مع الاكسجين ببولار كوفالنت بوند، بس البارشال نيجاتيف ده بيشده، بيقول له والنبي لا تمسك معايا، والنبي ده انت بوزيتيف وانا نيجاتيف، تعالى لما نعمل مع بعض هيدروجين بوند. فيقوموا عاملينها مع بعض. خلي بالك الهيدروجين كان مشدود ما بين دي وما بين دي، بس دي الاصليه بتاعته، دي حبيبه قلبه، دي اللي هي في المولكيول بتاعه، فلازم يمسك معاها بوند قويه بولار كوفالنت. طب والثانيه نفسه يمسك معاها هي كمان دي نيجاتيف، قال لها بس خلاص همسك معاك برابطه ضعيفه. كذلك هنا الهيدروجين البارشال بوزيتيف يمسك مع الاكسجين هنا، كذلك الهيدروجين ده البوزيتيف يمسك مع الاكسجين النيجاتيف، كذلك الشكل ده. فوجدت ان المولكيول الميه الواحد بيمسك بكام هيدروجين بوند؟ باربعه. 2 ماسكين في الاكسجين و2 في الهيدروجين بالشكل ده. والهيدروجين بوند تخيل الواحد بيعمل 4، ده بيخلي الافكتس التاثير. يعني ايه كومباوند يكون عنده هيدروجين بوند؟ ده معنى كده ان البويلنج بوينت بتاعته عاليه. معنى كده ان في معلومه موجوده في الاسئله وموجوده في ثالثه ثانوي مهمه قوي قوي، وهي السوليبيليتي عاليه. يعني البويلنج بوينت بتاعتي عاليه والسوليبيليتي عاليه. بويلنج بوينت مفهومه. ايه السوليبيليتي دي؟ يعني لو انا جبت ميه H2O تمام، وجبت مركب ما بيعملش هيدروجين بوند زي الميثان CH4، حطيتهم في الميه، مين يدوب في الميه؟ الميه. سبحان الله، الميه تدوب في الميه. طب تعالى حاجه ثانيه، ال NH3 بتعمل هيدروجين بوند، لو حطيتها في الميه السوليبيليتي بتاعتها كويسه قوي، تدوب في الميه حلو جدا. طب تعالى كده هاتها دوب ال NH3 دي بقى في البنزين، لا ما تدوبش. طب هات حاجه ما بتعملش هيدروجين بوند زي السي اتش 4، دوبها في الميه مش هتدوب. يبقى وجود هيدروجين بوند في الكومباوندز دي بيخليها بتدوب في الميه باريحيه جدا. الاسترنس. خلي بالك الهيدروجين بوند دي انا عارف انها عجباك وانها كتيره، بس هفق.
الهيدروجين بوند لو انت واخد بالك ايه رايك؟ هي اطول ولا الكوفيلنت؟ هي اطول، فهي طويله. طب ما حلو يا دكتور محمود، طويله طويله بس هبله. كل ما البوند تكون طويله كل ما تبقى اضعف وتبقى هبله. فخلي بالك الهيدروجين بوند اضعف من الكوفيلنت لانها اطول منها. فاكتور افكتنج السترينث، بمعنى احنا عندنا 3 كومباوند بيكونوا هيدروجين بوند، هل كلهم بنفس القوه؟ على فكره لا. الاتش اف اقوى من الاتش 2 او، والهيدروجين بوند بتاعت الاتش 2 او اقوى من الام اتش 3. بناء على ايه؟ بناء على اول فاكتور مهم وهو الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. كل ما يكون فرق الالكترونيجاتيفيتي كبير، ايه ده؟ دي ثالث حاجه الالكترونيجاتيف ديفرنس مهم فيها، مجمعهم لك في النوتس. كل الحاجات اللي ليها علاقه بفرق الالكترونيجاتيفيتي، خدنا الايونيك كاركتر، خدنا البولاريتي، ودي ثالث واحده بناخدها. كل ما يكون الفرق كبير كل ما الهيدروجين بوند تتكون بشكل اقوى واصعب واحلى. مين هنا يا دكتور محمود بيكون الفرق فيه كبير؟ الاتش اف طبعا الفرق ما بينهم كبير قوي. الفلورين يا اولاد اكبر اليمنت الكترونيجاتيفيتي، الاتش 2 او يجي بعدها والان اتش 3 تيجي بعدها. في حاجه ثانيه، لو الهيدروجين بوند زي الحاله دي كده ان ستريت وذ البولار كوفيلنت بوند، شايف البولار كوفيلنت بوند جايه كده والهيدروجين بوند جايه كده، انا ممكن ارسمها بحوجه شويه لكن لا، هي جايه مور ان ستريت، يعني عامله انجل كام؟ 180 ديجري الاثنين مع بعض. على فكره ده بيخلي البوند قويه، بيخلي البوند قويه. بس هي دي الفكره. الميتاليك بوند، الميتاليك بوند هي البوند اللي بتتكون داخل الميتالز، صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم اي ميتال. خلي بالك عشان المهم ده، الكلام ده مهم قوي علشان الشابتر اللي جاي على طول والليسون اللي جاي على طول بتاع الميتاليك بوند. تمام يا دكتور. الميتاليك بوند هي كلاود اوف فالنس الكترون سراوند البوزيتيف ايون ان الكريستال لاتس. الميتال يا اولاد زي الصوديوم بيتواجد في الشكل ده على فكره. ايه يا دكتور محمود؟ المفروض الصوديوم الطبيعي ان هو يكون عباره عن ايه؟ اتومز من الصوديوم وخلاص مترصصه جنب بعض. لقينا انه لا، مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان كل اتوميه من الصوديوم بتلوز الفالنس الكترون بتاعها، اهو ده صوديوم عنده واحد فالنس يقوم لايزه، ده كمان الاتوم دي تلوز 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 تلوز. فلما كل اتومز الصوديوم تلوز، الالكترون تبقى قاعده في النص بتلعب ما بينهم. حلو. ولما بيلوزوا بيبقوا بوزيتيف ايون. حلو. الشكل اللي انا رسمه ده الكريستال لاتس بتاع اي ميتال، يعني المغنيسيوم بيبقى نفس الشكل، الالومنيوم بنفس الشكل، بس في اختلافات ما في المغنيسيوم ان مثلا في 2 الكترون من كل اتوم، في الالومنيوم لان عندها 3 فالنس في 3 الكترون من كل اتوم. طيب تمام. المهم ان الشكل ده ايوه ايه لازمته؟ ده اسمه كريستال لاتس. وجود الفالنس الكترون ما بيننا عامله سحابه من الالكترون مربطانا قوي مع بعض وعامله لنا بوند قويه قوي مع بعض، اسمها يا اولاد ايه؟ الميتاليك بوند. شكرا يا دكتور محمود. الافكتس، الميتاليك بوند دي لها لازمه هي اللي بتخلي الميتال ليها الخصائص بتاعتها. اللي هي الخصائص بتاعتها هاي ميلتنج بوينت، هاي بويلنج بوينت، بيخليهم عندهم هاردنس ونشفان جامد، بيخليها عندهم توصيل الكتريستي رهيب، توصيل حراره رهيب، الكتريكال كوندكشن جامد جدا، وثيرمال كوندكشن جامد جدا. فاكتور افكتنج السترينث، ايه هي العوامل اللي هتحدد الميتاليك بوند دي قويه، الميتاليك بوند دي اضعف، وهكذا. هل فرق الكترونيجاتيفيتي زي هنا؟ هنا ما لهاش علاقه خالص بالالكترونيجاتيفيتي، بل لها علاقه بفاكتورين مهمين. الفاكتور الاول هو عدد الفالنس الكترون. يعني مثلا الجروب 1 اي كله زي بعض، زي الصوديوم مثلا عندهم واحد فالنس الكترون، الجروب 2 المغنيسيوم عندهم 2 والالومنيوم عنده 3. هتلاقي الميتاليك بوند بتاعت الالومنيوم قويه جدا، المغنيسيوم متوسط، الصوديوم قليل. كل ما يزيد الفالنس الكترونات اللي هنا نمسك مع بعض بشكل اقوى واقوى واقوى. جدول مقارنه بيوضح لك قد ايه فعلا الميتاليك بوند فارقه معاهم يا جماعه. هنا مثلا الصوديوم تعرف ان هو سوفت طري تقطعه بالسكينه، المغنيسيوم لا ده مايلد يعني لين تشكله بايدك كده. طب والالومنيوم لا ده هارد، ده قوي، ده ناشف. المغنيسيوم مثلا انت ممكن بضوافرك تخربش فيه من كتر ضعفته، الالومنيوم لا محتاج سكينه تخربش بيها. طيب، او تجيب حته كبر او حته ستيل حديد مسلح. موز سكيل هو سكيل مقياس بيحدد الهاردنس بتاعت كل ايليمنت. لما جه يشوف صلابه الصوديوم اداله رقم 0.5 قليل، جه شاف المغنيسيوم اداله 2.5 حلوه، جه شاف الالومنيوم اداله 2.75 احلى واحلى. فده بيوضح ازاي الهاردنس بتزيد، الميلتنج بوينت، درجه الانصهار كذلك. الصوديوم ممكن تلاقيه نقدر رقم اعتباطي كده لان الارقام اللي عليك مش حفظ، 200. المغنيسيوم بقى 400، الالومنيوم بقى 600. فبرضه كل حاجه عماله بتزيد يا اولاد، كل حاجه عماله بتزيد بناء على البوند دي. هل ده الفاكتور الوحيد يا اولاد؟ لا. الفاكتور الثاني اللي بيتحكم في البوند دي وبيجي عليها هي سؤال واحد تقليدي، هي حته اضافه جديد السنه دي عشان كده متوقع تيجي في الاسئله، وهي ما بتجيش غير بشكل واحد في الاسئله، ده اللي انا شفته لحد دلوقتي، واللي هو الدنسيتي اوف تشارج. يعني احسب الدنسيتي اوف تشارج مثلا بتاعت الليثيوم او الصوديوم او البوتاسيوم او الروبيديوم او السيزيوم. كل ما الدنسيتي اوف تشارج بتاعتك تبقى عاليه ميتاليك بوند قوي. تتحسب ازاي؟ هات التشارج بتاعتهم على الراديوس مثلا،
طب معلش التشارج دي كل الميتالز دي مثلا بكام؟ ببوزيتيف 1. الراديوس بتاعها يطلع باي رقم وتقوم حاسب الدنسيتي. خلي بالك افكرك بحاجه من الترم اللي فات ومن شابتر 2 لسه هناخدها، اللي اتفرج على الفيديو ربنا يبارك له. وانا نازل في هذا الجروب ايه اللي بيحصل في الراديوس يا اولاد؟ الراديوس يا دكتور محمود كان بيزيد. يعني وانا نازل الراديوس بيزيد بيزيد بيزيد، يبقى الدنسيتي بتقل تقل تقل. فوانا نازل في الجروب 1 a الدنسيتي عماله بتقل، فالميتاليك بوند عماله بتضعف. الميتاليك بوند عماله بتضعف، الميلتنج بوينت يقل للاسف والهاردنس بيبقى وحش يعني. ده الشابتر، ده شابتر 1. ده كل كلمه اتقالت في شابتر 1. دكتور محمود هل ده كافي ان انا اكون على قدر من الفهم يمكنني من حل الامتحان؟ قدر من الفهم يمكنني يعني بفضل الله تعالى من ان انا اكون عديت الشابتر ده بكل ما فيه. طب قدر من الفهم ان انا احس بقى ان انا لا عالم ومستمتع بالمعلومه وكده، برضه. ولكن بصراحه الحصص الاساسيه لو انت ما اتفرجتش عليها او لو في جزء حاسس فيه دروب ارجع لها. ارجع لها كنا بنستفيض، ارجع لها كنا الجزئيه بس اللي انت عايزها. او بعد الامتحان اقف واقفه مع نفسك، توب لله، صلي ركعتين يا ابني وتوب، واعرف ان انت مالكش غير ايه؟ غير رضا ربنا، رضا الوالدين، ومذاكرتك. فعشان خاطري لو حاسس ان في مشكله في اي جزء ارجع بسرعه اتفرج عليه. طب انا دكتور محمود سمعت ريفيجن جاي اقرا من الكتاب، يعني برضو ايه الكلام رخم. اقول لك على حركه لذيذه قوي. ايه يا دكتور محمود؟ كل ليسون من الاربعه دول معمول له فيديو منفصل في بلاي ليست اسمها سامري اند ستادي. بقرا مع كتاب المعاصر كلمه كلمه، بشرح لك كلمه كلمه منه في وقت قصير، كل ليسون من نص ساعه لثلث ساعه. تخيل بقرا معاك الكتاب كلمه كلمه، ده قصه. فبذاكر معاك، بقول لك تذاكر ازاي الدرس، انت فاهم؟ فانت فهمت، بس جاي تذاكر في مشكله، سامري اند ستادي بلاي ليست موجوده للشابتر كله. طب كويسه. طب يا دكتور محمود انا فهمت وعملت كل اللي انت قلت عليه، بس جيت احل، لا ما انت قلتلكش حل دلوقتي. انا ما قلتلكش حل دلوقتي. انا ان شاء الله تعالى دلوقتي انت هتلاقيني بحل معاك دلوقتي بس على المكتب. كتاب المدرسه، اسئله كتاب المدرسه على كل الاجزاء دي. بس خلي بالك انت مش مستعد تحل دلوقتي، محتاج تشوف التبس اند تريكس، محتاج تعرف خطوات الحل، افكار الحل، كل المعلومات اللي مش موجوده في الكتاب بس محتاجها في الحل. عشان خاطر الفيديو ده حياه او موت. لو خلصته يعني اتفرجت على التبس اند تريكس وده، مش عايز منك اي حاجه تاني. شوف بقى انت كنت حلل التقييمات تمام، مش حللها اتفرج على حلها في التشانلز. كنت حلل المعاصر يا عم كويس، ما كنتش حله وعايز تحله موجود على التشانل، انا ارشح بقوه. التقييمات كده كده ده اجباري لازم تحلها. المعاصر لو انت ما كنتش حليته بنصحك لو في وقت حله لو سمحت، كده كده موجود. اول تو ليسون في المعاصر انا عارف ما كنتش منزله، هيتصوروا ان شاء الله تعالى وينزلوا بعد نزول الفيديو ده على طول. اتمنى ان تكون المحاضره كانت خفيفه مش تقيله عليك وما كنتش رغاي معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.